تخيل تكون بتحب بنت من الطفولة وحلفت انها مش هتتجوز الا شخص طيب، عشان كده انت بتحاول تكون شخص طيب جدا وتساعد الناس عشان البنت اللي بتحبها، بس نفس البنت دي بتشوفها بتحب شخص متنمر وقائد عصابة عكس العهد اللي جالته قدامك، وانت من وقتها بتقرر تكون شخص متنمر. ومن غير ما نقول القصة كاملة يلا نبدأ. ده هو جي يونغ، شخص طيب جدا بيساعد الكل وبيكون في مدرسة ثانوية، وهو في طريقه للمدرسة بيقابل مجموعة من المتنمرين مسكين واحد ضعيف وبيندهوا على جي يونغ. انت عارف ان الشخص ده من غير ام، واحنا لقينا معاه صورة امه بس هو مش معاه فلوس يشتريها مننا، تشتريها انت؟ ولو مش معاك فلوس فاحنا هنضطر ان احنا نقطع الصورة. ايه الشاب بيترجوهم وهو مش قادر يعمل اي حاجة. كان بيقول لهم انا شايف ان الصورة دي مهمة جدا للشخص ده، ايه رأيكم نرجعها له تاني؟ المتنمر بيقول له لو مش عايز تشتريها فانا هضطر ان انا اقطعها، وبيضحك بطريقه خبيثه وبيبدا فعلا انه يقطع الصوره. بطلنا ماسك نفسه بالعافيه بس بيطلع الفلوس وبيقول انا طول الوقت ده بحاول اعيش بلطف واكون شخص جيد رغم كل اللي بيحصل. بيدي المتنمر $100، وواحد من المتنمرين بيقول له انت كده عارف ان ده مش ظلم، انت بتشتري مننا حاجه بكل عدل. وبيمشوا وبيقول ان جي يونغ عامل زي بنك التبرعات وتقريبا بيعملوا كده دايما، وبطلنا بيدفع. ايه الشخص اللي جي يونغ دفع الفلوس عشانه وبيشكره، فبيقول له انها كانت صدفة وكان معاه الفلوس فدفعها. الواد بيقول له انت طيب جدا، فجي يونغ بيفرح وبيقول له بجد انا شخص طيب؟ فبيقول له طبعا انت معروف عنك في المدرسة انك شخص بتساعد الكل. فبطلنا بيفرح والواد بيقول له بس اللي انت بتحاول تكون لطيف وتساعد الكل بالدرجة دي. فبيقول له ان في سبب واحد بس مخليه كده. وبنروح للفصل بتاع جي يونغ وبيسلم على الكل، بس في بنت اسمها سوجين وبيبان ان بطلنا مهتم بيها زيادة عن اللزوم، وبتطلب سوجين المساعدة من جي كونغ عشان يرموا الزبالة. بطلنا بيوافق فورا، وهم في الطريق بتقوله على اللي حصل الصبح وانه ساعد شخص من المتنمرين، والمدرسة كلها بتكون عرفت وبيمدحوا في جي يونغ وبتقول لسوجين انه شخص طيب القلب. وهم راجعين بيكون في عصابة قاعدة تلعب العاب الفيديو، بس قائدهم بيشوف سوجين وبينده عليها. بطلنا بيصادم عشان خايف على سوجين لان ده شخص متنمر، وبيبص على سوجين وبيلاقي انها متوترة، وهنا بيتأكد انها بتتعرض للتنمر وبيخاف عليها جدا. وقائد العصابة ده اسمه شي، واللي بينده عليهم وبيقول لجي يونغ يمشي من هنا ويسيب سوجين، واللي بتطلب من بطلنا انه يمشي وهو خايف عليها بيوافق وبيقول لها خدي بالك. وهو ماشي بيكون خايف على سوجين جدا وبيقول بما انها في نفس المدرسة معنا فانا ممكن اتصل بعمي لو عملوا حاجة ليها. وعند العصابة الاتنين اللي كانوا معاهم بيمشوا وبيكون القائد هو وسوجين لوحدهم، واللي بتسأله انت ليه ندهت عليا، وبتهز راسها وبتقول له انا قلت لك تخلي الموضوع ده سر بيننا ومحدش من المدرسة يعرف. فبيقول لها المتنمر انت خايف على شكلك في المدرسة يعني؟ ما تخافيش مفيش حد غيرنا هنا. وبيقرب منها جدا وبيقعدوا يهزروا مع بعض وباين انهم مرتبطين. ولما بتمشي بنشوف جي يونغ وهو مستخبي وشاف كل حاجه وكان حرفيا هيموت من الصدمه ومش مستوعب اللي حصل. والتاني يوم في الفصل بطلنا ما كانش مركز في اي حاجه، وكل ما حد يتكلم وما بيردش وكل تركيزه على سوجين. بيبعت لها رساله انه عايز يكلمها في حاجه ضروريه. وفي نهايه اليوم صاحبه بيقول له تيجي معنا نلعب فيفا، فبيقول له انا هاجي وراك. وبيقابل سوجين وبتقول له ان عدى وقت كتير على اخر مره رجعوا على البيت مع بعض. وهم ماشيين سوجين بتلاحظ انه متغير فبتحاول تعرف السبب، بس بطلنا بيحاول يقول لها بس هو ما كانش قادر. ولكن في النهايه بيقول لها انت مرتبطه مع شين وهو ما اسموش كده، بس اظن ان شين اسهل. المهم انها بتتوتر كده وبتقول له انا كنت هقول لك بس احنا بقينا مقربين ما اعرفش ازاي. وبتقولها وهي بتضحك ولا كأن في اي حاجه. بطلنا بيتصادم وبيفتكر زمان لما كان هو وسوجين مع بعض وهم اطفال، وكان والد سوجين شخص صعب المعامله وبيضربها على اي حاجه بالسبب او من غير سبب. وبتكون بتبكي وبتقول لبطلنا انها مستحيل تتجوز شخص زي والدها وانها هتتجوز شخص طيب زيك انت يا جي يونغ. ومن وقتها وهو بيحبها. بس بنرجع للحاضر وهو بيقول لها انا كنت مفكر ان انت هتتجوزي شخص طيب. فبتقول له يخلي الموضوع ده سر، وبتحاول انها تغير الموضوع وبتقول له تاكل ايه. بس بطلنا بيكمل كلام وبيقول ان شين شخص مش طيب وكمان متنمر وقائد عصابه، وانا شايف انك مش بتحب النوع ده وانك بتحب الشخص الطيب مش المتنمرين. فبتقول له وهي شايفه ان كل حاجه عادي جدا، شين شخص طيب وانا اصلا بجد بحب الاشخاص المتنمرين والاشخاص السيئين رائعين بالفعل. بطلنا بيتصادم وبيقول لها انا كنت مفكر انك بتحب الاشخاص الطيبين وبتكره المتنمرين. سوجين بتكون هتمشي بس بطلنا بيمسكها وبيقول لها بس انا اكتر شر منهم. بتقول له انت تقصد ايه؟ فبيقول لها وهو بيبكي انا اسوأ منهم كلهم. بتقول له انت بتقول كده ليه؟ انت شخص طيب جدا. بيصرخ وبيقول لها
لها انه دم عصابات وانا شخص سيء، انا مش مجرد متنمر، لا انا قائد عصابه، وكمان النضاره دي مزيفه، تحب تشوفي صور عيد ميلادي كل اللي كانوا موجودين رجال عصابات. البنت بتضحك وبتقول له انت فعلا طيب جدا، انت عايز تعمل نفسك قائد عصابه بس عشان خايف عليا، انت فعلا صديق جيد. بيمشوا مع بعض بس المتنمر بيجي وبينده على سوجين وبيقول لها يتمشوا، وبطنها بكل غضب يعني سوجين بقت بتحب الاشخاص دي. المتنمر بيقول له انت بتبص على ايه؟ انت بتحب سوجين، انت بتروح معها كل مكان وباين انك بتحبها. سوجين بتسحبه وبتقول له لا ما فيش حاجه، احنا بس مجرد اصدقاء من الطفوله مش اكتر، وبتتاسف لبطننا وبتمشي هي والمتنمر. بس شيجونغ بيقول لنفسه انا كنت بحاول اكون لطيف حتى في الوقت الصعب. بيبص على المتنمر وهو ماسك دراع سوجين وبيقول المفروض اكون انا مكانك، والمتنمر بيسحب سوجين عليه وبيعملوا حاجات ما ينفعش تتقال خالص. وجيونغ مصدوم انه ضيع 10 سنين من عمره بيمثل انه هو لطيف عشان سوجين مش اكتر، وبيبكي وبيقول ما فيش مشكله، انا حاولت المره اللي فاتت اكون لطيف بس دلوقتي لا. وبيمشي وبيقول انا اقدر اكون اسوأ شخص، وده عشان انا عائلتي عائلة عصابات. وبيدخل البيت ومجموعة بينحنوا ليه وبيقول انا هوريك الشخص السيء بيكون ازاي. بيسألهم عن مكان عمه وبيعرف انه في المكتب وبيروح له. عمه بيكون في مكالمة شغل وبطنه بيدخل عليه مرة واحدة وبيقول له انا عايز اكون شخص سيء. عمه بيقفل التليفون وبيقول له انت اللي دخلت بالطريقة دي، انت متغير عن الاول. جيونغ بيصرخ وبيقول له انا عايز اكون شخص سيء. عمه بيقول له بس انت بقالك 10 سنين بتحاول تكون شخص طيب. فبيسأله وبيقول له انت شخص سيء؟ فبيقول له ايوه. وبيسأله عن والده، فعمه بيقول له انه هو القائد اصلا وانه اخطر رجل عصابة ممكن تشوفه، والشرطة بتحاول تمسك عليه اي تهمة بس هو بيجيب ناس تاخد التهمة مكانه. وكمان حتى خناقات الشوارع بيكون فيها وهو قائد عصابة الدب الاسود والكل بيخاف منه وبيعمل له 1000 حساب. جيونغ بيفرح وبيقول لعمه علمني ازاي اكون شخص سيء. عمه بيقول له نظراتك اخيرا فعلا زي والدك، انا عارف انك قعدت 10 سنين بتحاول تكون شخص طيب وعارف ان الموضوع ده صعب عليك، انت قعدت اكتر من 10 سنين عشان تكون شخص طيب، بس عشان تكون شخص سيء فدي اسهل وهتعملها في حركة واحدة بس انت كده هتهدم كل اللي عملته. انت متأكد انك عايز تكون شخص سيء؟ فبطنه بيقول له ايوه مفيش اي مشكلة. فعمه بيقول له اولا لازم نتخلص من كل مشاعرك الطيبة اللي كونتها في ال10 سنين اللي فاتوا، من اول تسريحة شعرك لحد لبس المدرسة، وانا اللي هعمل كل ده، انت تقدر تثق فيا. بطنه بيبتسم وبيقول كنت عارف ان عم هيساعدني. فعمه بيشوف الطريقة اللي بيبتسم بيها فبيقول له من النهارده ممنوع تبتسم زي كده تاني، انت لازم تبان دايما جد في معاملتك. فعمه بيسأله عن السبب اللي خلاه عايز يكون شخص سيء بعد السنين دي كلها، وبيفتكر زمان لما كان مع سوجين وهم صغيرين لما قالت له انها مش هتتجوز شخص زي والدها وهتتجوز شخص طيب، وبيفتكر لما شافها مع المتنمر وهم مع بعض وبيقول مفيش سبب يخليني اعيش كشخص طيب من دلوقتي. وعمه بيقول له بما ان مفيش سبب يخليك تكون شخص طيب فلما تكون شخص سيء ايه اول حاجه هتكون عايز تعملها؟ فبيقول له بكل غضب في شخص واخد عايز يدمر حياته، وهو يقصد المتنمر. فبيقول له ان ده هدف جيد وانه هيعلمه كل اللي يعرفه. هو بينتقل المشهد لجيونغ وهو بيقول انا اللي سمعته من عمي كان باين انه سهل جدا، بس انا هل هقدر اعمل كل ده؟ انا بجد كنت بحاول اكون طيب بكل قوتي لفتره طويله، هل هقدر بعد كل ده اكون شخص سيء؟ وبيدخل عليه مجموعه من اتباع عمه وبيعرفوه انهم هيهتموا باللبس بتاعه، وبيقعدوا لحد الليل وعمه بيروح له. وبطنه بيقول له انت بجد عايزني اروح المدرسه باللبس ده؟ بس عمه واتباعه بيقولوا له ايوه ده انت كده فل ده انت كده 10 على 10. وتاني يوم بيروح المدرسه وبيقول له انا عمي قال لي امشي وانا واثق من نفسي بس انا حاسس ان انا ببالغ. ولما بيوصل المدرسه حرفيا محدش بيعرفه والكل بيبص عليه، وبيقول ان عمه قال له ما يسلمش على اي حد الاول وهو بيكون هيموت عشان يرمي عليهم السلاح. وبيقابل سوجين وبيتسلم عليه بس هو بيعملها بطريقه قاسيه جدا فبتمشي. ولما بيدخل الفصل الكل بيبص عليه وبيكونوا مستغربين التغير اللي حصل فجاه. وبتجيله سوجين وبتطلب منه يروح المقهى، بيقف وبيقول انا مش هقدر اعمل كده مع سوجين، وبيطلع بره الفصل وبيقول لها ماشي، وهي بتبص عليه والكل بيكون بيتساءل على اللي حصل لانه اول مره يسيب سوجين كده. واللي بتطلع وراه وبتساله اذا كان في حاجه حصلت وبتقول له احنا اصدقاء وممكن تتكلم معايا لو في اي حاجه حصلت. بيقول لها اصدقاء؟ ايوه احنا اصدقاء فعلا، ولو حصل حاجه فايوه حصل. بقول لك ايه روح انت المقهى لوحدك انا مش جاي. بتقول له انت اللي بتتصرف كده. بتقول له انت اللي بتتصرف كده، انت اللي اتغيرت التغير ده، انت بقيت شخص تاني تماما. فبيقول لها حلو جدا ان اسمع ان بقيت شخص مختلف، والشخص اللي بقى مختلف في الاول هو انت.
وبيسيبها وبيمشي وبيقول من 10 سنين كلمة واحدة منها خلتني غير حياتي واكون شخص طيب، ودلوقتي كلمة واحدة تاني منها خلتني اكون شخص مختلف. وبيسمع صوت ان الدرس بدأ وبيقرر انه ما يدخلش الحصة، ودي اول مرة يعمل كده. وبيسأل على المتنمر اذا كان جه المدرسة ولا لا، وبيتمشى لحد ما بيلاقيه هو والمجموعة بتاعته كلها، وبتكون سوجين معهم وهربانة من الفصل كمان وكلهم هربانين. فالمتنمر بيكون جعان وبيقول لهم يلا نروح ناكل، بس كلهم بيقولوا اعذار غريبة يعني بين انهم بيتهربوا. فالمتنمر بياخد سوجين وبيطلعوا بره المدرسة خالص، وبيطلبوا من الباقي يغطوا عليهم، وبيكون جي يونغ وراهم عشان يعرف هيعملوا ايه. وبيوصلوا للمطعم، بس المتنمر بيقول لها انه عرف مكان احسن فبتروح معاه. وبطنة بيشوفهم بيجربوا من بعض وبيضحكوا، وكان حاسس بالغيرة والكره بس بيمسك نفسه. بس بيوصلوا لمكان بيت المتنمر وبيقول لها ان في اكل جوه البيت، بس سوجين بترفض وبتقول له يلا نرجع للمطعم ناكل هناك. وبيمسك ايدها وبيقول لها ما تخافيش مفيش حد في البيت، واحنا هناخد وقت طويل عشان نرجع تاني، خلينا ناكل الاول قبل ما نرجع المدرسه. فسوجين بتشيل ايدها وبتقول له انا هرجع اكل في المطعم وانت كل هنا لو عايز. فبيشتمها وبيقول لها كلام مش حلو. سوجين بتتعصب وبتجرب منه وبتضربه بالكف، فبيقول لها انا من حقي ارد الضربه دلوقتي. وجيون كان مستخبي ومش عارف يعمل ايه، يبلغ الشرطه ولا لا. فبيلاقي ان في صخور على الارض وبيقرر يضربه بيها، وبيصوب على المتنمر وبيضرب باقوى ما عنده، بس بتيجي في سوجين. والمتنمر بيصرخ عشان الشخص اللي بيضرب يبان، بس جيون بيضرب صخره تاني، واخيرا بتيجي في المتنمر واللي بتوجعه على الارض والخاتم بتاعه كان واجع. بيجري ياخد سوجين ويهربوا، واللي كانت راسها بتنزف وكانت مستغربه برضه، بس بتعرف ان لازم تهرب الاول. وفعلا بيهربوا وبيقول انا دلوقتي قدرت اهرب هعمل ايه بعد كده. بس بتشوف سوجين وهي قاعده وبتقول الوقت ده راح فين. بيجي بطن وبيكون جايب معايا حاجه تحطها على الجرح. بتقوله انت جايب ده عشان انسى الموضوع يعني؟ فبيقول لها لا طبعا. بتقوله انه حتى لو ما كانش انقذها كانت هي اللي هتضربه. وبتساله انت مين؟ فبيقول لها انا جو يونغ. فبتتصدم كده عشان هي ما قدرتش تتعرف عليه بعد التغير اللي حصل. فبتقول له انها سمعت كلام كتير انه لطيف. فبيقول لها انا شخص سيء صح، انا مش طيب. فبتقول له انت بتقول ايه؟ بيقول لها انا شخص سيء. فبتقول له انت شخص سيء بس طيب، انما الحقير هو الشخص المتنمر. فبيسالها انت بتحب اللغات دول؟ فبتقول له انها منجذبه للنوع ده من الناس. فبطنه بيقول لنفسه هو انا ممكن اكون حقير زيه؟ بس المتنمر بيرن على سوجين وبترد عليه. وجيونغ بيقول لها ما تعرفوش ان انا الشخص اللي رمى الحجاره، وبيترجاها. ولما بيتكلموا بيكون بيزعق وبيقول لها مين الشخص الجبان اللي كان بيرمي الصخور؟ انا عارف ان هو من مدرستنا عشان اللبس الموحد كان هو لابسه. فسوجين بتصرخ هي كمان وبتقول انا ما اعرفش مين انت، وانت لو عايز تروح مركز الشرطه علي صوتك عليا تاني. بطنه بكل صدمه بيقول لها كده فل. بيكون المتنمر بقى بيسال نفسه من الوقت اللي ممكن يعمل كده، مفيش اي حد من مدرستنا يتجرأ انه يعمل كده معايا. وبيروح للمكان اللي الصخور كان جاي منه، بس بيدوس على حاجه واكيد ده الخاتم بتاع جيون، واللي بيكون بيقول لسوجين انه هيرجع للمدرسه. بس بيسالها لو لازم يبلغوا الشرطه عشان هو خايف لحسن المتنمر يجرب منها تاني. فبتقول له لا عشان ممكن انت كمان تتحبس معاه، وغير كده في كلام وحش كتير بيتقال عني في المدرسه وانا مش عايزه حاجه تانية تتقال عليا. وبتقول له يخلي اللي حصل ده سر. ولما بتمشي بتقول له انا مش مصدقه اني قلت لك كل الحاجات دي. ولما بيروح المدرسه صحابه بيعرفوه ان المدير عايزه، وتقريبا عشان الزي والسلاسل اللي كان لابسها لانه شبه قطاع الطرق. وبيسالوا عن السبب اللي خلاه يكون شبه المجرمين، وصاحبه بيقول له ايوه انت حتى بقيت شبه الحقير شين جيونغ وده هو المتنمر. فبيقف وبيقول لهم ايوه انا كنت بحاول اكون زيه. العيال بتتصدم وبتصرخ طيب ليه؟ فبيقول لهم ان في سبب خلاه يكون كده وانه هيعرفهم على السبب ده في المره الجايه. بس صاحبه بيقول له ليه تكون زي المتنمر ده مع ان في واحد تاني اقوى منه وهو السونج والكل بيخاف منه وكمان اقوى من المتنمر. فبيقول له لا انا عايز اكون زي المتنمر مش اكتر، وطبعا كلنا عارفين السبب. فبتجيله سوجين وبتقعد جنبه عشان ياكلوا مع بعض، وبتسال صحابه اذا كانوا متضايقين من وجودها معهم. فبيقولوا لها لا ما فيش حاجه، وبيكونوا مستغربين ليه جايه تقعد معهم اصلا. وواحد من صحاب بطنه بيقول لها انت كنت تقصدي ايه لما قلت ان جو يونغ يساعدك؟ فكانت قالت كده اول ما جت قعدت معهم. بطنه بيقف وبيصرخ من امتى انا بساعد حد بسبب او من غير سبب، وبيقول لهم انه خلص اكله وهيمشي. بس سوجين بتروح وراه واصحابه حاقدين عليه عشان حاسين ان سوجين معجبه بيه. بس هي راحت قعدت مع صاحباتها وهو دخل الحمام عشان يخلع السلاسل. هو بيكون بيخلع السلاسل وكل الحاجات الملفتة عشان لما يدخل المدير ما يتعاقبش اكتر. بس بيلاحظ ان الخاتم رايح منه ومش بيلاقيه في جيبه. الخاتم ده كان واحد من اتباع والده اداهوله، وقال له ان الخاتم ده اخده من والده عشان كان شجاع في احد المهمات، وانه خاتم عزيز عليه، وبيكون فرحان انه رد الهديه لابن الزعيم. وكان قال له حافظ على الخاتم ده وادفنه معايا لما اموت، بس عشان الخاتم كان كبير عليه وجع بسهوله وما حسش بيه. وبيكون حرفيا في صدمه وبيسال نفسه طيب امتى وازاي، وبيروح الفصل وبيدور هناك. بس المتنمر بيجي من وراه وبيضربه برجله، واللي بيلاقي
بيلاقي ان في شبه بسيط من الشخص اللي ضرب عليه الحجاره، فبيفضل يضرب فيه لحد ما بطنه تقريبا كان اغمى عليه، وبيكون المتنمر هيضربه تاني بس سوجين بتنده عليه وبيشتمها قدام الفصل وبيسالها مين الشخص اللي اخدها وهربوا. بتقول له انها ما تعرفش، فبيمسكها وبيكون هيضربها، فبتفكر وبتقول له ان الشخص اللي ضربه هو سونج. وهنا المتنمر اصلا بيتصدم، وده لان سونج اقوى شخص في المدرسه واللي بيكون نايم والمتنمر بيقرب منه. يبدا القسم الثاني بالمتنمر وهو بيقول اللعنه سونج انا خايف حتى اني اقرب منه، انا حتى مش قادر اتجاهل الموضوع، وده عشان الفصل كله كان بيشاهدهم. بيقرب من سونج وبيقول له اصحى، بس هو ما بيتحركش، فبيضرب المقعد اللي سونج عليه، وحرفيا الكل بيموت من الرعب من الطلاب لحد المتنمر نفسه. سونج بيقف وبيقول له انت اللي انت عملته ده. بيرد المتنمر بكل خوف انا سمعت انك ساعدت سوجين. سونج ما بيكونش فاهم حاجه وبيبص على سوجين واللي كانت بتقول خلاص احنا اتكشفنا، وبيبص على جيون وبيلاقيه مرمى على الارض، فتقريبا كده بيصعبوا عليه، فبيقول له ايوه انا اللي ساعدتها. فالمتنمر بيمسكه وبيصرخ وبكل رعب انت اللي انت بتقوله ده، دي حاجه مش مضحكه خالص. فسونج بيقول له انت شايفني لعين، وهو بيمسك ايد المتنمر واللي بيقول له انت بتكذب، اكيد انت بتكذب. فسونج بيقول له لو كذبه انت هتعمل ايه اصلا، وبيدوس على ايده. المتنمر بيحس بالوجع وبيشيل ايده وبكل خوف بيقول له هنشوف اذا كنت بتكذب ولا لا، وبيعدي من جنب سوجين وبيصرخ فيها عشان يطلع غضب، وبيقرب من بطانه وبيقول ان الشخص اللي كان بيركض كان جسمه وهيئته زيك كده بالظبط. جيون بيشوف الختم في ايده وبيترعب حرفيا، والمتنمر بيسيبه وبيقول بس الضيف ده مستحيل يعمل كده، هو بيمشي. سوجين بتروح عشان تساعد بطانه وبتقول له يلا نروح عند الممرضه، واصحاب جيون بيشوفوا خوفها عليه وبيقولوا ازاي بقت بتحبه رغم انها قالت عليه انه مزعج وضعيف. بس سوجين بتقول لسونج انها ممتنه انه ساعدهم، بس هي عايزه منه مساعده تاني دلوقتي عشان يودوا بطنها للممرضه، وهو بيوافق. بس جيون بيقف وبيقول لهم انه هيتصرف لوحده وبيشكرهم وبيطلع بره، وكل تفكيره كان في الخاتم اللي مع المتنمر وهيرجعه ازاي منه. ولما بيوصل للبيت ابا عمه بيرحبوا بيه، بس بيلاقوا انه باين عليه انه مضروب وكمان في علامه اقدام على ظهره. واحد منهم بيصرخ عشان يجهزوا الادوات عشان ده ابن الزعيم وما ينفعش حد يلمسه، وحرفيا الكل ماسك سلاح وبيسالوه مين الشخص ده، وهو مستغرب عشان هما بيتصرفوا بغرابه. قائدهم بيجي على صوت الدوشه وبيسالهم في ايه. واحد منه بيقول له ان في شخص ضرب ابن الزعيم، وهنا هو بيتجنن حرفيا وبيقول له مين الشخص ده، وكلهم بيترجوا عشان ياخدهم للشخص اللي ضربه، بس بيجي عمه وبيوقفهم وبيقول لهم ينزلوا السلاح ويهدوا، والكل بيصيح ازاي ده ابن الزعيم، ازاي ابن الزعيم يتضرب ونسكت، احنا لازم نموت الشخص ده. وبطلنا بيقول لنفسه اخيرا حد منهم يتصرف بطريقه طبيعيه. عمه بيقول لهم ان ابن الزعيم هيكون هو القائد قريب وما ينفعش نشترك معاه في اي قتال. الكل بيفهم الوضع وبينزلوا اسلحتهم وبيعتذروا ليه، وعمو بيقول لهم يتجمعوا في القاعه عشان في اجتماع ضروري، وبيقعدوا في الاجتماع. وبطلنا بيقول كل ده عشان حد ضربني، الموضوع مش مستاهل كل ده. عمو بيساله اذا كان الشخص ده جاد في القتال ولا لا، بيقول له انه شخص متنمر فاكيد هيكون جاد في القتال، صح ولا ايه؟ عمو بيقول له تمام، انا قلت لك ان في اي قتال لازم انت اللي تضرب الاول، مين فيكم اللي ضرب التاني الاول؟ المجموعه بتاعت العصابه بيفرحوا ان ابن الزعيم ضرب الاول، بس بيصدمهم انه ما ضربوش الاول، وبيقول لهم بس انا ضربته بصخور وجت في وشه، وبيفرحوا عشان هو استخدم الادوات والصخور دي هي البدايه. عمو بيغضب وبيضرب بايده وبيقول له انت ما ينفعش تستخدم الادوات، المتنمر في الثانويه مش بيستخدم القبضه ايده، والسبب اللي خلاك تضرب النهارده هو انك مش بتعرف تقاتل. بطنا بيقول لنفسه انا عارف ان انا مش بعرف اقاتل اصلا. عمو بيكمل وبيقول انه بيمتلك دم القائد العصابه وبالتاكيد هيكون شخص قوي بالتدريب واحنا خبراء في المجال ده. بطنا بيفرح واعضاء العصابه بيفرحوا اكتر وبيقولوا ثق فينا. عمو بيقول له ان في حاجه اكتر اهميه بالنسبه ليك، فبيساله ايه هي، وعمو بيقول له عاده الفوز وهي انك تحصل على اول فوز ليك. فبيقول له انا مش جاد في القتال ولازم اتدرب الاول. فبيقول له ان ده هيكون في وقت تاني وفي طريقه عشان يعملوا كده، وبطلنا بيفرح لان عمو بيساعده. وعمو بيقول ان الطريقه هي انك تضرب شخص واخد اضعف منك، وكل اعضاء العصابه بيوافقوا على القرار ده. وبطلنا خلاص مفيش مهرب ليه، وبيقول حتى العم بقى زي اعضاء العصابه، وكل اعضاء العصابه بتبص عليه وبيقولوا انه محتاج يتعود على انه يهزم الاوغاد الضعفاء. وعمو بيقول ان الكلام ده صح وبيقول له يثق فيهم، والكل بيهتف. وبطلنا كان متوتر، وتاني يوم بيكون رايح المدرسه بس الشخص اللي اداله الخاتم بيوقفه، وبطلنا بيكون مرعوب ومفكر انه عارف ان الخاتم ضاع، بس بيقول له يعدل القميص مش اكتر. هو بيطلع بره وبيقول انه مش هيقدر يخبي اكتر من كده، وانه
انه هيتكشف قريب ولازم يرجع الخاتم في اسرع وقت. وهو ماشي بيفكر ازاي يرجع الخاتم فعلا، وبيقابل ست عجوز كان بيساعدها زمان، هو بيفتكر عمه واللي قال له انه ممنوع يساعد اي حد من غير مقابل. هو بيمسك نفسه عشان هو عايز يساعد العجوز، واللي بتنده عليه وبتقول له انت شكلك متاخر على المدرسه، روح بسرعه عشان الوقت اتاخر عليه. بس هو بيجري بسرعه وهو بيبكي عشان ما وقفش يساعدها، وبيقول انها المره الاولى اللي ما يساعدش فيها العجوز، وكان بيفكر فيها ومش قادر يستوعب انه ما ساعدهاش. هو بيسمع صوت شخص جنبه، ولما بيبص بيلاقي انه شخص عجوز تاني وكمان كان بيساعده برضه، واللي بيقول له انه متاخر على المدرسه ودي مش من عوايده. بس بطلنا بيصرخ والجد بيستغرب وبيقول له انت باين عليك في مشكله. بس بطلنا بيجري فورا وبيكون بيبكي عشان ما قدرش انه يساعدهم، واللي بيكون الجد والجده في مخيلته وبيلوم نفسه انه ما ساعدهمش. ولما بيقف بيبص في الساعه وبيقول ان الوقت اتاخر وان دي اول مره ليه يروح المدرسه متاخر كده. وبيسمع صوت ناس وراه وكان مرعوب حرفيا، وبيقول انا المره دي اكيد هساعدهم. بس بيطلعوا طلاب معاه في المدرسه عادي وبيمشي عشان يعدي الطريق، بس في عربيه كانت هتخبطه والسواق بيشتمه، وبطلنا بيعتذر وبيقول انا اعتذرت من غير ما احس. وبيبص على الاثنين اللي عدوا الطريق وبيقولوا انهم عدوا والضوء لسه احمر، وعدوا بطريقه طبيعيه لدرجه ان انا مشيت وراهم ومفكر ان الاشاره خضراء، وبيفكر انه يعمل جريمه ويعدي الطريق والاشاره لسه حمراء. بيجي له صاحبه او واحد معاه في المدرسه واللي ساعده في القسم الاول من المتنمرين، وبيقول له ان الاشاره بقت خضراء، بس بطلنا بيقول له يعدي هو الاول عشان في حاجه يعملها. هو بيقف مستني الاشاره ترجع تاني حمراء، ولما بتيجي والعربيات بتبدا انها تتحرك بياخدها هو كمان جاري للطريق التاني، ومفيش عربيه عدت من جنبه الا وشتمته. وهو كان مبسوط انه عمل جريمه اخيرا، وبيكون بيتمشى وبيشوف سوجين وبيفرح، بس بيشوف المتنمر معها وهم شكلهم رجعوا لبعض تاني. وبطلنا كان استخبى ومحدش شافه، وبيقول باين ان سوجين سعيده. وبيكمل طريقه وبيلاقي ان الواد اللي انقذه قبل كده في بنات بتتنمر عليه، حتى البنات والصبيان بيتنمروا على الواد ده، واد غلبان والله. والبنات بيشوفوه والواد بيفرح عشان جيون غاي يساعده، والبنات بيشتموه وبيقولوا انه لو ما مشاش من هنا هيضطروا انهم يضربوه، ومش هيهمهم اذا كان ولد ولا بنت. وواحده منهم بتبص على سوجين وبتقول لها قولي للشخص اللي بتكرهيه ده حاجه، بس سوجين كانت بتحط روج، وده عشان هي شافت بطلنا جاي من بعيد وتقريبا كده بدات انها تحبه. وبطلنا بيقرب منهم وبيفتكر عمه، والبنات بتستغرب عشان هو ما خافش منهم، والولد بيشكر جيون بس هو بيقول له انت معك كام. الواد بيتصدم والبنات وسوجين بيستغربوا، وهو بيكمل وبيقول له هات كل الفلوس اللي معاك. وبنشوف واحد من اخوات والده وبيكون بيراقبه عشان خايف عليه، بس بيلاقي انه بيتنمر على الشخص ده وبيقول له هات الفلوس اللي معاك، وبيفرح جدا وبيقول انه كان غبي لما خاف عليه، وبيسمعه وهو بيقول الكلمات اللي علمها له وبيفرح اكتر، وبيقول اخي الاكبر لا تخف ابنك في امان. وعند بطلنا بيقول انا لو بحثت ولقيت ان معك فلوس فانا هموتك. والبنات اللي كانوا هناك بيفرحوا عشان التغير ده، وبيقولوا انه كان شخص حقير ولكن دلوقتي بقى مثير للاهتمام. وجيونغ بيتصدم عشان البنات بتحب النوع ده من الرجاله، بس سوجين كانت واقفه بدون اي تعليق. وجيونغ بيقرب من الواد وبيقول له هات كل اللي معاك، وفعلا الولد بيديله الفلوس. الواد وهو ماشي بيقول خطه ذكيه من جيونغ، اديله الفلوس قدامهم عشان ينقذني وبعدها يرجعهم لي تاني. الواد ده كينج كلاون والله. بطلنا بيقول انا بقى معايا 40,000 بس عشان اتكلمت، بس ممكن الفلوس دي يكون هو محتاجها. بيتقرب منه بنت كده وبتقول له ان مستواه قريب من شين وده هو المتنمر، وهو بيفرح لان ده هدفه اصلا. المهم ان البنت بتقول له قسم الفلوس بقى علينا كل واحد 10,000، وبيقسم الفلوس فعلا وبيدي سوجين، بس هي بتاخد الفلوس وبتمشي وباين انها متضايقه من اللي عمله من الرغم انها السبب في التغير اللي هو فيه ده. وعمه بيكون فرحان عشان هو قسم الفلوس، وده عشان عمه كان بيعمل كده وهو صغير، وبيقرر انه هيمشي وبيقول انه كان على حق لما ادى الخاتم بتاعه لجيونغ، بس بيخبط في شين ولا بيقول له كلام بيعصبه، وفعلا بيتعصب وكان هيضربه، بس بيشوف الخاتم بتاعه معاه وبيقول انه مستحيل يكون في خاتم شبهه عشان ده خاتم بيتعمل مخصوص لاتباع القائد، وبيقول ممكن يكون جيونغ صديقه عشان كده اداله الخاتم. وهو بيتعصب عشان الموضوع متعقد، والمتنمر بيقول له انت لو بتبص في مكان تاني انت عايز تموت ولا ايه. وبيقول لنفسه بكل غضب انه لو كان صديق الزعيم فانا مش هينفع اضربه، انا لازم اتماسك لحد ما اساله واتاكد بنفسي. المتنمر بيجرب منه وبيحاول يستفزه عشان مفكره شخص كبير في السن وضعيف، بس هو بيقول له انت محظوظ النهارده. فالمتنمر بيقول له نظراتك عامله شبه رجال العصابات، وبيمشي وبيشتمه، وبيقول لنفسه ان الشخص ده اكيد مش صديق القائد، بس انا لازم اتاكد وقتها هضربه لحد ما يموت. وعند بطلنا بيروح لمكتب المدير واللي بيقول له انت متغير ليه، انت بقيت في طريق مختلف الايام دي. وبيقول له ازاي رئيس مدرسه بيتصرف كده، وده عشان هو زمان كان عايز يكون رئيس المدرسه اما كان طيب بقى. وبيكمل المدير انت بتعمل كل ده رغم انك عارف ان كل المدرسين توقعاتهم انك تكون رئيس المدرسه القادم. وبطلنا ما كانش عارف يرد عليه، والمدير بيقول له هات والدك معاك بكره. بطلنا بيصرخ وبيقول
وبيقول له مش هينفع. كل المدرسين اللي كانوا بيتصدموا وبيستغربوا وجي يونغ والتغير اللي حصل، لانه كان مستحيل يرد على احد المدرسين وخاصه المدير. والمدير بيقول له انت حتى بجد بترد عليا؟ فبيقول له انه مش بيرد، بس والده مسافر ومش هيقدر يجي، ينفع عمي يجي مكان والدي؟ والمدير بيوافق، وبطلنا بيطلع وهو فرحان انه مش هيجيب والده، وبيقابل صاحبه واللي كان مستنيه بره لما عرف انه عند المدير، وبيقول له انه كان خايف عليه، وبطلنا بيشكره، وصاحبه بيساله عن اللي حصل، فبيقول له ان المدير طلب منه يجيب والده. فصاحبه بيصرخ وبيقول له انت ازاي هادي كده؟ فبيقول له عشان المدير وافق ان اجيب عمي بدل والدي. والولد بيستغرب كده بيقول له ما دي يا ابني نفس المشكله برضه. فبيقول له بس احسن من اني اجيب والدي برضه. وبيهزروا مع بعض، وصاحبه بيساله عن علاقته مع سوجين لانها باين انها بدات تحبه. ولما بطلنا بيرجع البيت وبيعرفهم باللي حصل، كلهم بيفرحوا، والثلاثه عايزين يروحوا، وبيفرحوا تاني بطريقه غريبه جدا. والثلاثه بيكونوا عايزين يروحوا، وكل واحد بيحاول يبعد التاني عشان يروح هو. والثلاثه كانوا مستنين اللحظه دي من 10 سنين وعايزين يروحوا معاه، محسسين انها دريم بارك، وبيكونوا هيدخلوا قتال واللي هيكسب هيروح هو. وبطلنا كان مستغربهم جدا واللي بيعملوا كده اصلا، بس في الاخر بيقرروا يلعبوا حجر ورقه مقص، واللي هيكسب يروح هو. وفعلا بيلعبوا، واللي بيكسب عمه الاجرادة، والاخين التانيين بيضربوه على راسه عشان كانوا عايزين يروحوا هم. وعمه بيقول هو متوتر كده ان عمه جاي سونغ هو اللي هيروح معاه، واللي بيكون فرحان جدا انه هيروح مع بطلنا المدرسه. وتاني يوم بطلنا بيصحى على صوت عمه واللي كان لابس لبس ملفت جدا، وبطلنا بيتصادم تاني. بنشوف عم جيون وهو رايح معاه المدرسه بلبس العصابات الملفت جدا، وبيكونوا ماشيين بيتكلموا عن المدرسه، وفي اتنين معضلين جدا بيقابلوا عمه وبينحنوا ليه. بطلنا بيسالوا اذا كانوا رجال عصابات ولا لا، فعمه بيقول له هم لا مش رجال عصابات، بس انت لو بقيت رجل عصابه الكل هيحترمك. وبيقول له يمشي زيه ويكون واثق من نفسه، وبيقف وبيقول له ياخد نفس عميق ويشد عضلاته ويبعد رجليه عن بعض ويرفع راسه لفوق ويمشي بكل ثقه. بطلنا بيعمل كده فعلا، وبيكون شكله مش احسن حاجه. وعمه بيقول له احنا هنمشي بالطريقه دي لحد المدرسه، وبطلنا بيكون لسه هيقول له لا، بس ما بيقدرش ان هو يتكلم. وبيمشي مع عمه والكل بيبص عليهم، واصحاب جيونغ بيشوفوهم وبيقولوا ان الشخص ده رجل عصابات، وهو ليه ماشي مع جيونغ اصلا. بطلنا بيقول لنفسه ان الموقف محرج جدا، وانه لو كان عمه جي هو اللي جه ما كانش هيحصل كل ده. وبيوصلوا للمدرسه، وعمه بيساله عن اذا كان الخاتم معاه ولا لا، فبيقول له ايوه الخاتم معايا، بس انا شايله في البيت عشان شكله غالي. وبيكملوا طريقهم جوه المدرسه، وسوجين بتشوفهم. بس المهم ان جيونغ بيشرح لعمه عن مكان المدير عشان يروح هو الفصل بتاعه، وعمه بيقول له تمام، وبيمشي. وبطلنا بيتساءل لو هيكون بخير ولا لا، واذا كان عمه هيعرف يتكلم مع المدير برضه ولا لا. وعمه اول ما بيدخل بيقول انا عم جيونغ، والكل بيخاف من شكله وبيقولوا انه رجل عصابات، وازاي ده عم جيونغ اصلا. وواحده بتقول للمدير انها تبلغ الشرطه عشان خايفين من عم جيونغ، بس بيقول لها ان هو مدير بقاله 10 سنين واتعامل مع الوحش والحلو، ودي حاجه سهله بالنسبه له وما فيش داعي للشرطه. البنت بتقف وبتقول له انه مدير رائع، وبيقف المدير وبيعرفه بنفسه وبيقول له يدخلوا الغرفه الخاصه عشان يتكلموا على انفراد. وبيدخلوا وكل المعلمين بيقولوا ان المدير ده شخص رائع وقوي وبيعرف يتعامل مع المجرمين زي ما كان بيحكي لنا. المدير جوه بقى بيقف يعمل الشاي، وبيعامل عم بطلنا بكل احترام، وبيقولوا ان السبب اللي خلاه يطلب من جيونغ يجيبك هو انه بدا يعمل مشاكل الفتره دي، وانه كان قلقان عليه، فقرر يعمل كده عشان يشوفوا حل مع بعض. فبيفرح وبيقول له انت شايف ان جيونغ مشكله؟ والمدير هنا من كتر الخوف الشعر بتاعه بيطير، وبيقول له بكل رعب انا مش قصدي كده، انا اقصد ان جيونغ طالب ممتاز طبعا. فعمه بيضرب بايده وبيقول له بكل غضب انت تقصد ان جيونغ شخص مش بيعمل مشاكل؟ فالمدير بيخاف اكتر وما بيكونش عارف يقول له ايه، فبيقول له انها مشكله صغيره وممكن تتحل. فبيهدى كده وبيقول له انت تقصد ان جيونغ شخص بيعمل مشاكل كتير؟ فالمدير من كتر خوفه بيجري في الكلام وبيقول له ايوه جيونغ شخص مشكله وبيعمل مشاكل كتير. فبيساله اذا كان في طلاب بيسرقوا الحاجات الغاليه، وده عشان شاكك ان المتنمر ساق الخاتم من بطنه. فالمدير بيقول له لا طبعا مستحيل حاجه زي دي تحصل، احنا مدرستنا مش بتعمل حاجه زي كده. فعمه بيربط الاحداث ببعضها، وبيعرف ان بطننا الخاتم اتاخد منه بالقوه، وان المتنمر مش صديقه اصلا. وبيقف عشان يمشي، هو بيشكر المدير وبيقول له يخلي باله من جيونغ. فالمدير بيحاني وبيقول له طبعا انا ههتم بيه بنفسي. ولما بيمشي المدير بياخد نفسه واللي كان هيموت من الرعب حرفيا، وبيحمد ربنا ان هو لسه عايش اصلا. وعند عمه بيكون بيدور على فصل جيونغ وبيقابل المتنمر، واللي بيقول له انت الشخص اللي كنت محظوظ، فبيبص عليه بكل غضب وبيروح ناحيته، بس فجأة بيختفي، وتقريبا كده كان بيتخيل وجوده. وهو ماشي البنات بتقول انه رجل عصابه، وده باين من الوشم اللي على جسمه، وبرغم ان هو بعيد عنهم الا انهم كانوا خايفين حتى انه
انه يسمعهم. بس هو بيقابل المتنمر وبيقول اخيرا لقيتك، وبيجري عليه بس بيطلع انه شخص تاني، وبيقول لنفسه انه عايز يقابل الشخص ده ويموته في اسرع وقت. بس بيفتكر كلام اخوه الاكبر واللي كان قال انهم ما ينفعش يدخلوا في قتالات جيونغ، وده عشان يعتمد على نفسه، وبيقول انا مش عايز ادمر مستقبل القائد، وبيمشي. وعند المتنمر بيكون قاعد مع اصحابه وبيفكر في سعر الخاتم. صاحبه بيقول له ممكن يكون ب$1000 او اكتر، والمتنمر اول ما بيسمع المبلغ بيفرح جدا وبيقول لو السعر كده فالموضوع كان يستحق ان نتضرب عشانه. وصاحبه بيقول له احنا عايزين برضه فلوس، فبيقول لهم انه مش هيدوم حاجه بس هيدا اللي هيبيع له الخاتم شويه فلوس. وبيكون سمى الخاتم ده خاتم تنين الحظ، وده عشان صوره التنين اللي عليه. وعند بطلنا بيكون قاعد في الفصل وخايف لحسن يكون عمه ما عرفش انه يتكلم مع المدير، وبيسال صاحبه بس ما بيفيدوش بحاجه. وبيدخل المدرس عليهم واللي هو المدير وبيبص على جيونغ وهو يبعد تاني بسرعه. وهنا بطلنا بيتاكد ان اكيد في حاجه غلط، وبيكون خايف لا يكون عمه عمل حاجه وحشه او ما تكلمش بطريقه طبيعيه مع المدير. فبيفكر وما بيلقاش حل غير ان هو يسال المدير ويشوف رد فعله، وبيرفع ايده وبينده عليه. والمدير بيتعصب وبيقول مين الوغد ده، بس بيلاقيه جيونغ وبيفتكر عمه وبيخاف جدا. وبطلنا بيقول له انه عايز يدخل الحمام، والمدير بيوافق على طول. وصاحبه بيقول له كده طبعا يا معلم اكيد في حاجه، وده عشان المدير اصلا مش بيحب حد يقاطعه وهو بيشرح. وبطلنا بيطلع التليفون وبيرن على عمه، وهناك كانوا بيجهزوا له الحفله عشان المدير قال لهم ان هو بقى مشاغب، وبيرد عليها عمه. وبطلنا بيساله اذا كان كلم المدير بطريقه وحشه، فبيقول له لا ما تخافش انا اهتميت بالموضوع ده بكل لطف. فبطلنا بيخاف اكتر لان لو راجل عصابه اهتم بحاجه زي كده فاكيد بالتهديد او الضرب. وبيجي العم الاكبر وبيقول له هات التليفون اكلم القائد، فبيقول له استنى وبيكمل كلام مع جيون. بس الاخ الاكبر بيقرب منه وبيقول له هات التليفون، فبيخاف وبيديهوله. وبيقول له بطلنا انه لازم يهزم ناس اضعف منه، وبيقول له انت نسيت اللي قلت لك عليه. فبطلنا بيقول له لا انا ما نسيتش، بس هو انا لازم اعمل كده النهارده. فبيقول له ايوه لازم النهارده. وبطلنا بيترعش من التوتر وبيقول له تمام. هو بيقفل الخط والعم التاني بيقول له استنى هو انت قفلت الخط انا كنت عايز اكلمه. فالعم الاكبر بيقول له تحب تدخل في قتال معايا، فبيرجع في كلامه على طول. وعند بطلنا بيكون بيقولوا انه لازم يكون شخص سيء ويعمل زي ما عمه قال، وبيبدأ انه هو يصنف الطلاب في مستويات عشان يختار شخص اضعف منه، وبيصنف نفسه في المستوى واحد. بس كل ما بيجحبل حد بيكون حرفيا اعلى منه حتى اصدقائه. وبيدخل الحمام يغسل وشه وبيقول مستحيل اكون انا اضعف شخص في المدرسه. وبيدخل عليه سونج وبطلنا بيقول انه في المستوى 70، وبيقول انه سونج شخص قوي جدا، بس ازاي ابن قائد زعيم عصابه الدوب بيكون ضعيف؟ اكيد في شخص اضعف مني. وبيفكر انه يروح للطلاب الاصغر منه وهم طلاب الابتدائيه، بس بيجيله الشخص اللي الكل بيتنمر عليه وبيقول له يرجع له ال40,000 اللي اخدهم منه، وده عشان هو مفكر ان بطلنا عمل كده عشان ينقذه مش اكتر. وبطلنا ما كانش مركز في كلامه وكل تركيزه على ان الشخص ده في المستوى 0 واضعف منه. وبيروح ناحيه الشخص ده وبيمسك هدومه وبيقول له بصوت عالي انا اسف، وبيجهز قبضته عشان يضربه. بس اللي هو بيطلب النجدة من سونج واللي كان معهم، وبطلنا بيخاف لحسن سونج يتدخل في القتال، بس هو بيمشي بره. وبطلنا بيقول لنفسه انه مش محتاج حاجه غير ان هو يضربه دلوقتي، بس ما بيكونش قادر ان هو يضرب شخص ضعيف رغم انه كان بيشجع نفسه. هو بيسيب الولد واللي بيقوله بكل رعب انت ازاي تعمل معايا حاجه زي كده؟ انت بقيت شخص حقير، انت مش ملاك، انت شخص سيء. بطلنا بيقول لنفسه انه مش قادر يجبر نفسه على ضرب شخص ضعيف، ولما بيطلع بيبدا انه يلوم نفسه وبيقول انا بقيت شخص سيء والمفروض اكون سعيد لان ده هدفي، بس انا مش حاسس بالرضا. هو كل المده اللي عشتها كشخص لطيف هتختفي بالسهوله دي؟ هو بيفتكر في الماضي لما كان بيساعد الشخص الضعيف ده من المتنمرين هو اللي كان بيشكر فيه وبيقول له زي الملاك. وبيفتكر عمه لما قال انه عشان يكون شخص سيء فدي هتكون بحركة واحدة بس، ولو عملتها فالماضي بتاعك لما كنت شخص طيب هيختفي بكل سهولة. هو بيفتكر انه وافق على كل ده. وبنرجع للحاضر وهو بيقول انا حسيت اني حقير برغم اني مسكت ملابس ومش اكتر. وبيقول ان ضرب شخص ضعيف مش بالسهولة دي زي ما عمي وصف لي. وبيفتكر الواد وهو بيهرب وبيقول ان كل حاجة صعبة لما تكون اول مرة ليك. انا دلوقتي بقيت شخص سيء بالنسبة للشخص ده وانا هكون اسوأ مع الوقت. انا كنت عايش بلطف مع الكل بس عشان سوجين، وده عشان انا بحبها بس مش مهم، وده عشان هي اختياراتها اتغيرت وانا مش هعمل حاجه الا اني اتغير واكون زي ما هي عايزه. وهو بيمشي وبيروح الفصل وبيلاقي ان سوجين وكل اصدقائه مع الشخص الضعيف، واكيد قال لهم على كل حاجه حصلت. سوجين بتقرب منه وبتقول له خلينا نتكلم، اكيد الكلام اللي اتقال ده كذب، انت مستحيل تضرب سانغ، انت كنت الشخص الوحيد اللي بيهتم بيه وبينقذه من التنمر، ارجوك قول ان كل ده كان كذب.
والكل بيبص عليه مستنيين اي اجابه، وبيقولوا نفس الكلام انه الوحيد اللي كان بيساعد سونج ومستحيل ان هو يضربه. سوجين بتصرخ وبتقول له قول اللي حصل، فبيقول لها تسكت وبتقول له انت تقصد ايه؟ بيقول لها انت كنت بتقول انك مش بتحب المكياج ولا اللبس الضايق، بص على نفسك دلوقتي. وفعلا سوجين كانت عامله كل ده، وبيقول لها انت اللي اتغيرت الاول، وكمان انت في علاقه مع المتنمر شين وبيجلد المتنمر. وبيقول لها انا هسيب المدرسه دلوقتي يا سوجين، ما تخليش حد يعرف اني مشيت. هو بيكون طالع بس لما بيفتح الباب بيلقى المتنمر في وشه، وبيقول له انت كنت بتقول ايه بكل غضب؟ انا قلت لك ما تجربش من سوجين، بطلنا لسه يدافع عن نفسه. بيلاقي المتنمر ضربه وبيقول له استنى اسمع اللي حصل، بس المتنمر بيشتمه وبيخلي اصحابه يمسكوه وبيبدا ان هو يضربه، وبيقول انا كنت عارف انك بتحب سوجين، وبيفضل يضرب فيه لحد ما بطلنا خلاص كان هيموت. سوجين بتقول له يوقف، فبيقول لها انت بتدافع عن الشخص ده، فبتقول له انه مش زي ما هو فاكر. فبيجرب بكل غضب ويقول لها الموضوع كان باين اصلا من الاول انكم بتحبوا بعض. هو بيرفع ايده وبيقول الاول خلينا نضربك انت، بس جي يونغ بيصرخ وبيقول له توقف ايها اللعين، فبيقف وبيقول انا لعين. وسونج بيصحى وبيتفاجئ ان جي يونغ عمل كده، بس بطلنا بيقول له بكل قوه انت تضربني انا عادي، انما تضرب سوجين فلا، انا مش هستحمل ده ومش هسمح لحاجه زي كده ان هي تحصل. فبيقول له انه لو جرب من سوجين فهيموت على ايده. سوجين بتتصدم من اللي جي يونغ قاله. المتنمر بيقرب منه وبيضحك وبيقول له واحد ضعيف ومقيد زيك مش هيقدر يعمل حاجه. وبطلنا بيفتكر الماضي لما سوجين قالت انها مش هتتجوز الا شخص طيب، واعترفت بحبها لجي يونغ، واللي من وقتها بقى شخص طيب. بس بعد ما سوجين خانته وحبت المتنمر فهو قرر انه يكون شخص سيء. وبنرجع للحاضر وهو بيقول انا هكون شخص سيء وهبدا بضرب حبيبك يا سوجين. وسونج كان قاعد بيتفرج وبيقول لهم اعملوا اشتراك في القناه دي عشان القناه دي بتقدم عظمه الصراحه. المتنمر بيكون راح يضرب جي يونغ، واللي كان بيقول لنفسه انه هيضربه الاول، وفجاه بيرفع رجله وبيضربه بكل قوه، وبيقول لنفسه انه خطط لضربه بس ما حسش بنفسه وهو بيضربه. المتنمر بيترمي بعيد والكل حرفيا اتصدم من اللي جي يونغ عمله. المتنمر بيكون بينزف من شده الضربه، وسونج بيقرب منه وبيضربه تاني، والمتنمر بيترمي بعيد وبيساله اللي بيضربه هو التاني. فبيقرب منه وبيقول له عشان انت اللي عامل دوشه. وحرفيا وش المتنمر كان اتدمر وما بقاش فيه حاجه سليمه. وسونج بيقول للاثنين اللي ماسكين جي يونغ يسيبوه، وده لو مش عايزين يدخلوا في قتال معاه. والاثنين بيخافوا جدا وبيجروا على المتنمر وبيشيلوه وبيمشوا. وسونج بيقرب من بطنه وبيمد له ايده وبيوقفه وبياخده للممرضه. وعند المتنمر كان قاعد مع اصحابه واللي بيسالوه عن اذا كان بخير ولا لا، وهم كانوا عايزين ياخدوا له الممرضه بس هو بيرفض وبيقولوا انه حاسس ان عينه ضبابيه ومش شايف حلو، وبيفكر يرفع قضيه على سونج. وصاحبه بيقول له هو ليه سونج دايما بيتخانق معاك انت بس؟ المتنمر بيقول له انا كنت بسال نفس السؤال ده، بس انا مش شاغلني غير ان انا اتضربت قدام الكل. وصاحبه التاني بيقول له طيب احنا هنعمل ايه؟ انا متاكد اننا لو دخلنا احنا الثلاثه على سونج فهيضربنا. صاحبه التاني بيقول له انه خايف يقاتل سونج، فبيقول لهم ان هما مش هيقاتلوا سونج بس هينتقم منه. فبيسالوه هيعمل ايه يعني، فبيقول لهم انه عنده خطه وانه هيلقنه درس بمعارفه. وعنده سونج بيكون مع بطلنا وراحوا المكان الممرضه بس ما بتكونش موجوده، فسونج بيروح عشان يشوفها فين. وبطلنا بيقول له انا عايز يساله على حاجه. بيقول له ليه لما انا كنت بضرب سانغ وهو طلب المساعده منك انت ما تدخلتش؟ فبيقول له سونج انا عارف ومتاكد انك مش هتضرب شخص من غير سبب، وانت لازم يكون عندك سبب عشان تضرب حد. بطلنا بيقول لنفسه انا كنت هتنمر عليه من غير اي سبب، وبيكون بيفكر في اللي حصل. وسونج بيقول له انا مش عارف اللي بيحصل معاك، بس انت لازم يكون عندك سبب عشان تضرب شخص. وبطلنا بيساله هو ليه بيحمي من المتنمر على طول؟ فبيقول له سونج انه كان شخص يستحق اللي حصل له، وغير كده انا عايز اساعدك برضه. فبيقول له بطلنا انه ما عملش حاجه عشان يساعده. فسونج بيقول له انه سبب مش مهم يعرفه وبيسيبه عشان يشوف الممرضه. وانا الصراحه كده بدات اشك في سونج. جي يونغ بيحاول يفتكر هو عمل ايه لسونج عشان يساعد بس مش بيلاقي، وبيفكر في كلام سونج لما قال ان في اشخاص تستحق الضرب، وان ده على عكس تفكيره لانه كان هيضرب شخص بدون اي سبب. وعند سوجين بتكون مجمعه اصحاب جي يونغ، ومره واحده بتقول لهم خلونا اصدقاء، وهم طبعا بيتصدموا من طريقتها. فواحد منهم بيقول لها انت عايزه تكوني صديقه جي يونغ صح؟ فبتحاول انها تتوه وتقول له لا بس مش بتعرف، وبتقول انها اول مره تتكلم مع فشله. والولد بيقول لنفسه ان باين جدا ان سوجين بتحب جي يونغ، والولد التاني بيقول لها انه مش عايز اصدقاء متنمرين، فبتعتذر انها متنمره وبيبين انها بتعمل كل ده غصب عنها. وبتقول لنفسها انها تستحمل الغباء بتاعهم، وبتفكر انها تعرض عليهم بنات وبتسالهم اذا كان عندهم اصدقاء بنات ولا لا. والاتنين من وقت ما اتولدوا وهم ما يعرفوش يعني بنات اصلا. بس الولد التاني بيقول المشهد ده انا شفته فين قبل كده، وهترى انه كان شاف كتاب عن ازاي تخلي البنت تحبك، وكان مكتوب لو البنت سالتك عن ازاي كنت مرتبط
مرتبط ولا لا، فهي بتحبك وبتسألك عشان ترتبط بيك. وبيقول ان سوجين بتحبه وبيقع في مستنقع احلامه الورديه، وسونجين بتكمل وبتقول لهم انها هتجيب لهم بنات حلوه وبتسالهم عن نوعهم المفضل، بس ما حدش فيهم اصلا كان مفكر في الموضوع ده قبل كده. والولد التاني مره واحده بيقول انا مش بحب المتنمرين، بس لو كانت انت فانا ما عنديش مانع يعني. وحاله صمت حرفيا بتمر في المكان ومحدش كان عنده اي رد على كلامه، والواد حرفيا خلاص وقع في مستنقع تخيلاته وبيقول لها هتيجي نعزل الموضوع ونرتبط بعد ما ندخل الكليه. البنت بتجيب اخرها وبتقرر تسالهم على طول وبتقول لهم تعرفوا جيونغ بيحب انهي نوع من الفتيات؟ انتوا كده عارفين يعني بما انكم صحابه، ومحدش كان عارف اصلا. بس الولد التاني كان كل تفكيره يقول لها هاتي رقمك امتى. سوجين بتكون جابت اخرها وبعد نقاش طويل جدا انا طفشت منه ما كتبتوش اصلا، اخيرا سوجين قررت انها تروح وتسال جيونغ مباشره بنفسها وبتشتري اكل ليها والبطنه وبتروح. ولما بتوصل بتعرف ان المتنمرين ان جيونغ عند الممرضه، وده بسبب انه تعرض للتنمر. سوجين فورا بتجري على جيونغ والبنتين بيقولوا اكيد لا مستحيل انها تحب شخص، دي كانت بتقول عليه انه شخص فاشل. سوجين وهي بتجري بتقول لنفسها انها ليه خايفه عليه وليه حاسه بالخوف اصلا، وبتجري بسرعه من مكان الممرضه وبيكون بطلنا بيبكي عشان اللي عمله وانه كان هيضرب شخص من غير سبب. وسوجين بتدخل عليه واللي كانت عارفين هتموت من الخوف والجري. وجيونغ بيفكرها الممرضه وبيقول انه هيعمل نفسه نايم عشان ما تشوفوش وهو بيعيط. يبدا القسم برابع بليجي وهي واقفه عند بطلنا وبتساله اذا كان بخير، ولما جيونغ بيسمع صوتها بيعرفها وبيقرر يعمل نفسه نايم. ليجي بتكمل بكل غضب وبتقول انها سمعت انه تعرض للضرب من المتنمر، وبتسأل نفسها هي ليه متضايقه اصلا، وبتسيب له الاكل وبتمشي وبتقول ان شين هيموت على ايدها. ولما بتمشي بطلنا بيصحى وبيكون بيتساءل هي ليه مهتمه بيه، بس بيحس ان في حد تاني جاي فبيعمل نفسه نايم وبيقول يا رب تكون الممرضه المره دي. بس بنشوف سوجين اللي بطلنا بيحبها وبتساله اذا كان بخير ولا لا، بس ما بتلاقيش رد منه وهو بيكون عامل نفسه نايم. بس سوجين بتشوف الاكل اللي ليجي جابته وهي بتعرف انها ليجي عشان لما كانت جايه شافتها. هو بتاخد الاكل وبتقول ان جيونغ بيكره الاكل ده وبترمهم في الزباله، وهي عارفه كل ده عشان هم اصدقاء من الطفوله زي ما احنا عارفين من القسم الاول. وبتقول انها متضايقه من ليجي وبتجرب من بطننا وبتقول انه بيكره المتنمرين اللي زي ليجي، وبتكون هتلمس شعره وبطننا هيموت من الاحراج. وكده عرفنا ان ليجي وسوجين بيحبوا بطننا او بدأوا على الاقل انهم يحبوه. المهم قبل ما سوجين تجرب منه بيدخل سونج والممرضة عليهم وبيتكلموا عن جيون، وسونج بيمشي عشان التمرين وبتشوف الممرضة جيون وبتسأل البنت عن اذا كانت تعرف اللي حصل له او اتصاب ازاي، فبتقول لها ايوه. وجيون وسونج بيركزوا هتقول ايه، فبتقول بكل توتر انه وقع من على السلم. فجيونغ بيغضب شويه وسونج مش بيهتم وبيمشي، وده عشان هي ما كانتش اصلا واللي كانت موجوده هي ليجي. والممرضة بتخاف عليه وبتقول انه اكيد اتصاب وهو بيدافع عن حد، وده عشان هو كل اسبوع بيجي مصاب وبيكون السبب انه كان بيساعد حد. وبتقول لسوجين تروح الفصل وبتشكرها والبنت بتمشي، والممرضة بتطلب من جيونغ ينام بطريقة تانية عشان تفحص الجروح اللي في جسمه، بس بتلقاه بيبكي وبتقول له انت كنت عامل نفسك نايم عشان ما تقلقش سوجين عليك، وبتقول له انك كده عندك كسور في الجسم، وده عشان هي مفكرة انه وقع من على السلم بجد. وجيونغ بيبكي وبيقول لها تمشي وتسيبه لوحده. فالممرضة بتقدر الوضع اللي هو فيه وبتمشي وبتعرفوا انها مش هتخلي حد يدخل الاوضه. ولما بتطلع بتقول ان جيونغ دايما متفائل وانه اول مره يعمل كده اكيد هو مصاب جدا، وبتفكر تنقله للمستشفى. وبنروح للمتنمر اللي كان قاعد مع اصحابه وبيسالهم اذا كانوا لقيوا مكان يبيعوا فيه الخاتم ولا لا، فصاحبه بيقول ايوه انا عرفت مكان ممكن نبيع الخاتم فيه. فالمتنمر بيقول له انا سمعت ان سعر الذهب هيغلى، ايه رايك نستنى شويه تاني؟ فبيقول له ان ده خاتم مسروق ولازم نبيعه في اسرع وقت، وده عشان ما يحصلش مشاكل. وبنشوف ليجي وهي بتجرب منهم وبتنده عليه بكل غضب وبتقول له يتكلموا على انفراد. صحابه بيخافوا وبيمشوا، هو المتنمر بيكون متضايق انها جت تكلمه تاني، وليجي بتصرخ وبتقول له انت شخص مجنون. فالمتنمر بيقول لها انا عملت ايه عشان تعملي كده، هو انا الضحيه النهارده؟ فبتفرح كده بس بتقول له انت شخص غبي وانا ندمانه ان انا حبيت شخص زيك. وهي كانت فرحت في الاول عشان عرفت ان برضه جيونغ اتضربه. المهم ان هو بيضحك وبيقول لها انه ما طلبش منها تحبه وانها هي الشخص اللي حبه في الاول، وبيقول انه كان عارف من الاول كل حاجه بس قرر يتسلى شويه معها. وهي بتغضب بس بنشوف سوجين واللي على علاقه مع المتنمر وتكون بتبعت رسائل لشين بس هو ما كانش بيرد.
وبتشوف ليجي والمتنمر مع بعض، واللي كانوا بيقولوا ان ممكن يضربها لو جربت منه، وان سونجي دلوقتي مش هنا ومحدش يقدر يحميها، فبتقول انه مجرد قمامة. والبنت التانية كانت بتسمعهم، فالمتنمر بيكلمها عن حبه ليها والعلاقة اللي كانوا فيها، فسوجين بتتصدم وبتفهم انهم بيحبوا بعض وان المتنمر خانها. والمتنمر بيكمل وبيجرب منها وبيكمل كلام عن اللي كان بيحصل، وسوجين بتكون بتبكي وليجي بتبعد ايد المتنمر وبتقول له انها تشتكي له الشرطه، فبيقول لها الشرطه مش هتصدق بنت متنمره زيك. وعند سوجين بتكون بتقول ان اللي بيحصل ده مستحيل، وانه شين بيقول لها كده عشان تبعد عنه، ورغم انه شخص سيء الا ان مشاعره تجاهه اكيد صادقه. وبتروح عندهم وبتصرخ عشان يسكتوا، والمتنمر بيتضايق اكتر عشان الاتنين دول اتجمعوا مع بعض. وبتسال المتنمر عن اللي بيحصل وبتقول له اكيد اللي سمعته ده مش حقيقي، انت مش بتحب ليجي، قول ان الكلام ده صح وانك مش بتحبها. فبيقول لها انه مش بيحبها وكمان هينفصل عنها. والبنت بتدخل في صدمه وما بتكونش مستوعبه اللي حصل، فالمتنمر بيقول لها انه هينفصل عنها. والبنت بتقع على الارض وبتقول المفروض اعمل ايه؟ اكيد انت بتكذب عليا، اكيد دي كذبه. فالمتنمر بيقول انه هيمشي، وليجي بتكون مش فاهمه اي حاجه. والمتنمر بيقول ان لو حد منهم كلمه تاني فهيموتهم. لوجي بتشتمه وبتكون حاسه بصداع بسبب الاحداث الكتير اللي حصلت، وبتسال سوجين اذا كانت في علاقه مع المتنمر ولا لا، واللي كانت بتبكي بطريقه غريبه. بس لحظه، انت اكيد ملاحظ ان انا جبت اسم جديد وهي ليجي، وده عشان انا كنت بغلط وبقول عليها سوجين برضه، فانا اسف بجد. بس المهم ان البنت دي اسمها ليجي وبطلنا مش بيحبها، وهي كانت متنمره وهو ساعدها كم مره، وكمان هي كانت بتكرهه وهي متنمره وحبته رغم انها كانت بتشتمه لما كان شخص ضعيف. ودي هي سوجين واللي بطلنا بيحبها من الطفوله، واللي كانت سبب في انه يتغير التغير ده، وهو بيحبها بس هي مش بتحبه وبتحب المتنمر، وكانوا في علاقه وانفصلوا دلوقتي زي ما احنا لسه شايفين. اتمنى تكونوا فهمتوا وانا اسف بجد. المهم ان بعدها بنروح للممرضه واللي كانت واقفه على الباب، وجيونغ بيطلع فبتقول له انه كان المفروض ينده عليها، بس بطلنا بيشكرها وبيمشي، وهي بتروح وراه عشان تقنعه يروح للمستشفى. فبيقول لها انه هيروح الاول للبيت وبعدها يروح هو واهله المستشفى، فبتقول له انها تعرف المعلمين انه مشى، بس هو مش بيهتم وبيمشي. ولما بيوصل البيت بيلاقي ان كل اتباع والده على الارض، وبيسال عن اللي بيحصل بس في شخص بيقول انت موجود في البيت في الوقت اللي المفروض تكون فيه في المدرسه، وبيقول ان كل حاجه اتغيرت فعلا. وبطلنا بيتصدم وبيقول الصوت ده، انا عارف الصوت ده. وبيكمل الشخص ده وبيقول باين انك اتغيرت وكمان طريقه لبسك. بطلنا لما بيشوف الشخص ده بيصادم وبيقول والدي. فبيقول له انت ليه متفاجئ؟ انت مش سعيد عشان شفت والدك؟ وبينتقل المشهد لوالده وهو بيقول له انه فضل مستني 10 سنين ومش هيستنى اكتر من كده، ومع لحد تاني يوم عشان يقرر. وبيقول له انه لو رفض المره دي فمش هيكونوا ابو وابنه، بمعنى انه هيتخلى عنه. وامام بطلنا بيتصدموا من الكلام اللي بيتقال، وبطلنا بيقول بكل خوف انه والده بس هو الاسوأ. عمه الاكبر بيروح له وبيساله اذا كان بخير ولا لا، فبيقول له انه بس عايز يستريح وبيطلع لفوق. وعمه كان قلقان عليه وبيخلي اتباع القائد يقفوا وبيتاسف لهم عشان ما كانش يعرف ان القائد جاي، فبيقولوا له ان لا عادي ولا يهمك. وهو بينده على اخواته وبيقعدوا مع بعض، وبيقول لهم ان اول مره يشوف اخوهم الكبير كده. بس واحد بيساله اذا كان جيون يوافق على التمرين ولا لا، فبيقولوا انه ما يعرفش بس حاسس انه لسه بدري بالنسبه لجيون. وعند جيون بيكون بيستحمى وبين ان في كدمات كتير على جسمه، وده بسبب اللي المتنمر عمله. ولما بيطلع عمه بيخبط عليه، وجيون بيقول ان مش هينفع عمه يشوف الكدمات اللي على جسمه، فبيلبسه وبيقول له يدخل. فبيقعدوا عشان يتكلموا وبيسالوا عن اخباره في المدرسه، وبيقول له انت تعرضت للضرب تاني؟ وبيقول له ما تقولش انك ما قدرتش تضرب شخص اضعف منك. فجيون بيفتكر الشخص الضعيف وهو بيهرب منه وبيقول عليه شيطان، وبيقول لعمه انه ما قدرش يضرب شخص اضعف منه، وبيقول له بكل غضب انه ما قدرش يعمل كده، وازاي هو اصلا بيتكلم عن حاجه زي دي بكل سهوله. فبيقول له انت ما فكرتش تكون شخص سيء عشان تضرب الاشخاص المتنمرين؟ فبيقول له بطلنا انه عايز يعمل كده بس هو اصلا شخص ضعيف وما بيقدرش يضرب حد. فعمه بيقول له ان كده ما فيش غير حل واحد، وهو انك تقبل بتدريب الخليفه. وهنا بنعرف ان ولد بطلنا عايزه يتمرن التمرين ده، وهو تمرين الخليفه عشان يكون قائد مكانه، بس هو كان بيرفض. المهم ان عمه بيكمل وبيقول له انه لو وافق فالكل هيساعده، بس بيقف وبيقول له انا اسف عشان سبقت الاحداث، وبيقول له خد وقتك في التفكير، بس خلي بالك انت في وقت لازم تكون فيه قوي عشان تقدر تحمي اي حاجه خاصه بيه. وبيقول له انه اختار يكون قوي عشان يقدر يحمي الحاجه الخاصه بيه. وانا بدات اشك واستنتج ان عمه حب بنت من الطفوله وكان ضعيف فبقى قوي عشان يقدر يحميها، واكيد نفس اللي حصل مع بطلنا، وده بيفسر هو اللي بيحب بطلنا، وده مجرد تخمين ممكن يكون غلط او صح.
المهم ان عمو بينصحه يوافق على التمرين وبيمشي، وبطنة بيقعد يفكر في كل حاجه وبيقول الحاجات اللي عايز احميها، وبيفكر في سوجين وفي المتنمر وهو بيضربه، وبيقول ان ما عندوش القوه عشان يحمي سوجين، وانه لو وافق على التمرين وعمامه ساعدوه هيكون قوي جدا. فبيقول انا شخص ضعيف ولسه مش مستعد، هو انا اصلا عايز اكون شخص سيء بجد. وبتيجي مكالمه من سوجين وبتقطع كل تفكيره، ولما بيرد بيلاقي ان سوجين بتبكي وبتقول له انها بتمر بوقت صعب، وبطنة بيخاف عليها ومش محتاج اقول لكم ان الوقت الصعب ده عشان المتنمر ما كانش بيحبها وكان على علاقه بيها. المهم ان بطنة بيقول لها تهدى وتقول له على اللي حصل، وبنشوف بطنة وهو بيتعصب كل شويه بسبب اللي بيسمعه، وبيقول لها تحكي له كل حاجه حصلت لما يتقابلوا، وبيمشي وهو بيقول القوه لحمايه ما احب، وبينزل تحت لوالده واللي بيقول له يجي يقعد جنبه، بس بطنة بيبص على عمامه وبيصرخ وبيقول انه اخذ القرار وانا موافق على تدريب الخليفه وابقى اقوى شخص واقتل اي شخص سيء، وبيبان انه جاد في كلامه. فعمامه واتباع والده بيفرحوا وبيقولوا انه هيكون اسوأ شخص، وبطنة بكل غضب بيقول انه هيضرب كل المتنمرين، وبيطلب من عمامه يساعدوه في تدريب الخليفه، وهما بيقولوا اعتمد علينا احنا اصلا مستنيين اللحظه دي من 10 سنين. بس جي يونغ بيشوف والده وهو بيتصدم انه لسه موجود عشان كان مفكره ومشى، واللي بيقول له انا فاكر ان انا طلبت منك تيجي تقعد جنبي، انت شكلك مش عايز تتحرك. وقبل ما يكمل بيكون بطنة راح وقعد معاه، وبيقول له انه مر بوقت طويل على اخر مره شافه فيها، هو بيطلب منه يقف، وبطنة بيقول له انت جيت فجأة ليه؟ فبيقول له انا سمعت انك بكيت شخص مسبب للمشاكل فجيت عشان اتاكد بنفسي. فبطنة بيبص لفوق وبيشوف اللوحه اللي عمه كان بيعملها، بس والده بيكمل وبيقول انا لما جيت عرفت انك شخص مسبب للمشاكل بس لسه شخص ضعيف وكمان ما قدرتش تسيطر على المدرسه، وعشان كده خلى عمامه يكونوا بالشكل ده كعقاب ليهم. والده بيبص عليه وبيلاقي انه تعرض للضرب، فبيقول له بكل غضب ازاي ابن رئيس عصابه دب النار يتعرض للضرب، وبينده على العم الاكبر وبكل غضب بيقول له من بكره تبدا معاه تدريب الخليفه. وبطنة بيتصادم بس والده بيكمل وبيقول انت طول ال10 سنين كنت بترفض تبدا تمرين الخليفه وقلت انك عايز تكون شخص جيد، وده عشان بنت انت كنت بتحبها، بس انا طول ال10 سنين دي كنت مستني اصلا ان انت توافق، وانت لو رفضت التدريب المره دي فانا مش هجبرك تاني، وده عشان انا هتخلى عنك ومش هكون والد ليك. بطنة بيخاف وبيكون هيبكي، ووالده بيقول له ايه فايده انك تكون شخص ضعيف، انا مش عايز ابن ضعيف زيك، وبيمشي وبيقول انه مش عايز يبص على وشه تاني. وبطنة بيغضب بس في النهايه بيبدا انه هو يبكي ويقول انا مريت بوقت صعب، انا طول ال10 سنين دي كنت بمر بوقت عصيب. فوالده بيقول له انت بتبكي، هو انت فعلا ابني؟ بس بطنة بيكمل وبيقول انه ما اختارش يتولد كرجل عصابه وانه له حياته الخاصه اللي لازم يعيشها. فوالده بيقول له حياتك الخاصه؟ انت اكيد لك حياه خاصه، انت بتقول انك عايز تعيش كابن ليا ومش كابن القائد عصابه دب النار صح؟ فبطنة بيقول له ايوه ده اللي انا عايزه. فوالده بيجرب منه وبيقول بما ان الكل بيقول ان الابناء بيكسبوا والدهم فهو ده السبب اللي خلاني افكر في اني اتخلص منك، وده عشان انا مش عايز اجرب افوز على طفلي. فبيقول انت تقصد ايه بالتخلص من طفلك؟ فبيقول له انت شايفني غبي هفضل قاعد مستنيك عشان تكون مكاني؟ وغير كده انت اللي اخترت وحددت ده من وقت ما رفضت تدريب الخلافه، وما تخافش في كل حته في انحاء العالم هتلاقي اشخاص ممكن يندوك باخوهم. وهو هنا يقصد ان اي شخص من اتباعه ممكن يكون مكانه، وبيقول مش لازم تكون انت ابني بس انا كنت بتمنى تكون انت الشخص اللي يكون خليفه. وبطنة بينده عليه بس هو بيقول له ان الاختيار اختياره، بس بيقول له انه عايز وقت عشان يفكر اذا كان هيوافق في تدريب الخلافه ولا لا. فبيقول له والده هو 10 سنين مش كفايه ولا ايه؟ وبيمشي. وعمه الاكبر بيقول له انه تدريب خاص وانه من دلوقتي مش محتاج يروح المدرسه، وبكل حماس بيقول له انه موافق. وبيكونوا الاخين التانيين فرحانين انه مش هيروح المدرسه وهيبدا تدريب الخلافه. والاخ الاكبر بيقول لجي سون بما انك كنت رياضي قبل كده فانت اللي هتكون مسؤول عن تدريب جي يونغ. وعمه بيقول له ما تقلقش، وبيقول لجي يونغ يعمل اللي هيقول له عليه، وبكل حماس بيقول له انه موافق. وهم ماشيين عمه بيساله اذا كان فعلا عايز يبدا تدريب الخلافه، فبيقول له انه قرر خلاص وما فيش حاجه هتقدر تمنعه. فبيساله عن الختم الخاص بيه اذا كان معاه ولا لا واللي كان اداهوله قبل كده. فهو بيقول له الختم هو انا هقول لك الحقيقه الصراحه ان الختم ضاع مني واللي اخده هو الشخص اللي انا عايز اضربه، وهو يقصد المتنمر. فعمه بيقول بما انك دلوقتي في تدريب الخلافه انا اقدر اساعدك في اي قتال. وبيقول لي جيونغ انه يعرف مين اللي اخذ الختم الخاص بيه وانه هيروح دلوقتي للشخص ده ويضربه، بس ده لو القائد سمح لي، والقائد هو جيونغ. جيونغ بيقول ان رغم لو عمي هو اللي ضرب الشخص ده هتكون حاجه سهله،
بس الوقت ده هو الوحيد اللي جيونغ عايز يضربه بنفسه. عمه بيحضنه وبيقول له انه كان عايز يسمع الكلام ده من القائد، وجيونغ بيشكره. وعمه بيقول له يروح غرفة التغيير ويلبس لبس القتال ويروح له عند غرفة اللياقة البدنية، وان التدريب هيبدأ من النهارده. وجيونغ بيوافق، وهنا بنفهم ان جيونغ وافق على قرار والده. ولما بيروح لغرفة التغيير بيقول بما انه وافق وبدأ تدريب الخليفة فمش هينفع يرجع في كلامه تاني، وبيقول انه هيدمر كل المتنمرين وهيكون اسوأ شخص في البلدة. وبيلبس، ولما بيخلص بيقول على الرغم من ان مش هيكون ليا مستقبل فانا ما ينفعش افكر في مستقبلي اصلا، وانا لازم اكون شخص قوي عشان اقدر احمي اي حاجة خاصة بيا. ومن النهارده انا مش طالب عادي، انا من النهارده خليفة قائد عصابة دب النار. وبيوصل لغرفة التدريب، وعمه بيقول له انهم هيبدأوا باشهر 3 تمرينات. هو عمه كان متشوق جدا عشان يعرف مدى قوة القائد المستقبلي. وبيبدأوا بتمرين القرفصاء، وبيجيب له شريط فارغ من غير اي وزن. وبيبدا جيونغ وعمه كان بيقول له يعمل ايه وبيعلمه بما انه اول مره وكده. بس على الرغم من ان الشريط فارغ ومن غير اي وزن فهو كان تقيل جدا على جيونغ وما كانش قادر يتحرك. وبيقول لعمه انه كان تقيل جدا وانه كان حاسس انه هيموت. فعمه بيقول لنفسه ان الشريط فارغ ووزنه 20 كيلو جرام بس بيبدا ان هو يطبل لجيونغ وبيقول له انه عارف ان لو طلبت منك تشيل وزن تاني فانت هتوافق، بس كفايه كده. وبيقول له انهم هيبداوا في تمرين ضغط الصدر. وبيبداوا فعلا، وعمه كان وراه وبيساعده وبيشرح له يعمل ايه. وبيبدا ان هو يتمرن، بس برضه كان تقيل جدا على جيونغ وما كانش قادر ان هو يتحرك. فعمه اتصدم وبيقول ان ده وزن 20 كيلو جرام، المفروض اي حد يقدر ان هو يتمرن بالوزن ده. بس جيونغ بيقول ان حاسس ان عضلاته بدات تنمو. وعمه كان بيفكر ايه نوع التدريب اللي المفروض يدرب به جيونغ. بس بيبدا التدريب الاخير وهو تدريب الرفع المميته، وبيدي له وزن 20 كيلو جرام وبيشرح له يعمل ايه. وعمه كان خلاص فقد الامل وتاكد انه شخص ضعيف. بس بيفاجئنا كلنا جيونغ وبيقدر ان هو يرفع الوزن، وعمه اخيرا بيفرح وبيجي يزود وزنه وحط وزن 100 كيلو جرام تقريبا. وبيسال نفسه اذا كان جيونغ هيقدر يرفع الوزن ده ولا لا. بس بيفاجئنا كلنا بانه قدر يرفع الوزن وبكل سهوله، وعمه كان هيموت من الصدمه. وجيونغ بيقول ان ده سهل جدا وانه ممكن يزود وزن تاني. وعمه كان في حاله صدمه كده وبيقول انه ما قدرش يتمرن اي تمرين على وزن 20 كيلو جرام، ورغم كده في التمرين ده قدر انه يتمرن بوزن 100 كيلو جرام. وبيفكر انه لما كان بيساعد كبار السن في شغلهم وبيشيل مكانهم قدر ان هو يكتسب القوه دي. وبيقول له ان الاختبار الاخير هيكون اختبار مصارعه الايدي. وجيونغ بيتصدم وبيقول انه مش هيقدر يفوز اكيد، بس بيقعد وبيقول له انه مش عايز يصارعه بجد. بس عمه بيقول له انه هيتسهل معاه وبيفهمه كل حاجه وازاي يصارع، وانه مش محتاج حاجه غير ان هو ينزل ايد عمه على الارض. وكل اللي في الغرفه بيتجمعوا وبيقولوا لعم جيونغ يتساهل معاه، وان لو حصل ضرر للقائد فهيكون في مشكله. وبيبدا فعلا، وعمه بيقول له يستخدم كل قوته. وجيونغ بيقول له اصلا مستحيل ان انا اكسب، فبيقول له ان الاستسلام قبل المحاوله حاجه سيئه جدا، وبيشرح له يعمل ايه تاني. وجيونغ بيفهم وبيقول انه مش محتاج حاجه غير ان هو يدفع ايد عمه للاسفل. وبيبدا وبيبان ان جيونغ فعلا قوي وكان هو المتقدم، والكل كان بيقول انه بيسيب القائد يفوز. وواحد بيقول له ان لو ساب القائد يكسب عليه ده مش هيكون حاجه مضحكه خالص، بس هو بيقول ان هو بيحاول يكسب اصلا، وده كان باين على وشه. والكل بيبدا ان هو يصدق، وعمه بيقول انه قوي فعلا، بس ازاي بقى بالقوه دي؟ هو بيفتكر زمان وهو صغير لما كان بيعمل تدليك لكل اعضاء العصابه، ومع الوقت الكبير ده قدر ان هو يقوي قبضه ايده. وعلى الرغم ان ده كان واضح بس ما حدش منهم لاحظ التغير ده. وبنرجع للحاضر وبيقول ان مفيش مشكله لو اتهزم، بس على الاقل عرف نوع التمرين اللي هيدربوا بيه. وبيغضب وبيقول انه مش هيخليه يكسب، وبيستخدم كل قوته وبيعصب فعلا. بس جيونغ ما اتحركش حتى ولا كأن حصل اي حاجه، وكل اللي كانوا بيقولوا ان دي اكيد خدعه ومستحيل العم يخسر. بس هو كان جاب اخره خلاص، وبيقولوا انه سعيد بالقائد وبيسيب ايده. وكده جيونغ فاز وعمه كان مرمى على الارض. واللي كانوا في الغرفه بيقولوا ازاي القائد فاز؟ ده جاي سانغ اقوى شخص في المصارعه الايدي، والهم كان مرمى على الارض. وبيقول ان القائد فعلا قوي، بس هو ما كانش يعرف ازاي يستخدم القوه دي، ولو انا علمته فهو هيكون الفتى الاقوى في المدرسه، وممكن كمان يكون الاقوى على كل مدارس الثانويه. وبيكون فخور كده بالقائد. عم جيونغ هو مرمى على الارض، وبيطلب من جيونغ يقعد جنبه. ولما بيقعد بيقول له انت سبتني اكسب عليك ليه مع انك قوي وانا مستحيل اكسب اصلا؟ فبيقول له ان مش مهم اذا كان خلاه يكسب او يخسر، المهم النتيجه في النهايه. وبيقف وبيقول له يجي معاه عشان يخليه يقاتل ناس تانية عشان يتاكد انه مش هيخسر ابدا. وبيقول له ما تروحش المدرسه عشان هنبدا نتمرن تمرين الابواب المغلقه، وان التواصل مع اي حد من الخارج ممنوع. فبطلنا بيكون بيعترض، فعمه بيقول له انت شايف ان ممكن حد يحتاج يكلمك بشكل عاجل؟ فبيقول له لا، وعمه بيقول له انت لازم تكون قوي عشان تقدر تنتقم من كل المتنمرين، وكمان تهزم الشخص اللي اخذ الخاتم الخاص بيا. انت لازم ترجع الخاتم ده بنفسك. وبيقول له انه لازم يعاني ويتعب عشان يكون
يكون قوي او يوصل لحلمه، وبيطلب منه يثق فيه وبيمد ايده، وبطلنا بيقف وبيمشوا مع بعض عشان يبداوا التدريب. وبعد 3 ايام بنشوف سونج وهو في الفصل وبيبص على مكان جي يونغ بس مش بيلقاه. ولما اليوم بيخلص بيروح لاصحاب جي يونغ وبيسالهم اذا كانوا يعرفوا جي يونغ مش بيجي المدرسه ليه. بيعرفوه انهم راحوا البيت عشان يسالوا عنه، بس شافوا عصابات كتير عند البيت فخافوا وهربوا، وكمان بعتوا له رسائل كتير بس هو ما كانش بيرد. سونج بيشكرهم وبيمشي وبيوصل لمكان فيه بنت صغيره، والاول ما بتشوفه بتجري عليها عشان تحضنه، وبنعرف من كلامهم انهم عايشين مع بعض وشكلهم اخوات. والبنت بتقول له ان الشخص اللطيف اللي كان بيمشي من هنا كل يوم بقاله فتره ما بيجيش، فبيقول لها انه كمان مش بيجي المدرسه بقاله فتره. وهنا بنعرف انهم بيتكلموا عن جي يون. فالبنت بتخاف وبتقول له ممكن يكون حصل له حاجه او تعرض للضرب من المتنمرين زي ما حاول يساعدني قبل كده. وبتصرخ في سونج وبتقول له ان الشخص ده لطيف بس ضعيف جدا، وبتطلب منه ان هو يحميه ويدور عليه. فبيقول لها تمام وبيشيلها ويمشي. وبالليل سونج بيكون وصل لبيت جي يون، واتنين من اتباع عمه بيشوفوه وبيسالوه بيعمل ايه هنا، فبيعرفهم بنفسه وانه صديق جي يون ومعاه في نفس المدرسه. ولما بيعرفوا انه صديق جي يون بيدخلوه على طول البيت. بس بعدها بنشوفهم هم بيتعاقبوا من الاخ الاكبر، وبيقول لهم ان مش اي حد يقول لهم انه صديق جي يون يخلوه يدخل البيت على طول، وان ممكن يكون شخص عايز يقتل القائد المستقبلي، وممكن تكون اي عصابه تانية بعتاه. فبيعتذروا منه وهو بيخلي سونج يقعد، واللي كان خايف وبيقول الحمد لله اني جبت البطاقه معايا، واللي كان اداها للاخ الاكبر عشان يتاكد انه من المدرسه. وبيساله عن السبب اللي خلاه عايز يقابل جي يون، فبيقول له انه بقاله فتره طويله مش بيجي المدرسه وانه خايف لا يكون حصل له حاجه. فالاخ الاكبر بيشوف الشنطه اللي كانت مع سونج وبيكون عارف المكان، فبيخلي واحد من اتباعه يندهوا على عم جي يون التاني واللي كان بيدربه. ولما بيجي بيسلم على سونج، والاخ الاكبر بيقول له انه نداه له عشان عارف ان الشخص ده بيتمرن في مكان هو كان بيتدرب فيه. فبيقول له انه يعرف سونج من النادي وبيحكي له ازاي اتقابلوا كده، وسونج كان هيموت من التوتر بس الاخ الاكبر بيسمح له يقابل جي يون. وهم في الطريق عم جي يون بيقول له انت جيت في الوقت المناسب، وسونج بيستغرب. ولما بيوصلوا بنشوف جي يون وهو بيتمرن، وسونج بيعرف ان طول المده دي كان بيتمرن. وعم جي يون بيطلب منه ان هو يدخل في قتال مع بطلنا، بس بيقول له ان في فرق قوه بينه وبين جي يون وانه هيتهزم بسهوله جدا. فبيقول له تمام ركز مع جي يون وهو بيقاتل دلوقتي، وبعدها قرر اذا كنت هتدخل معاه في قتال ولا لا. وسونج بيبدا ان هو يركز في القتال، وبيشوف جي يون وهو بيقاتل الشخص التاني وبيستخدم رجله وقبضه ايده بس، وقدر ان هو يرميه، وكان مستغرب من قوه قبضه جي يون. وعم جي يون بيساله اذا كان قرر يدخل في قتال مع جي يون ولا لا، بس بيلاقي انه ساب الشنطه ورايح لجي يون اصلا، وبيقول انه قلل من قوه جي يون. وبطلنا كان منهك بسبب انه كان في قتال من شويه، بس عمه بيقول له انه هيدخل في قتال مع سونج واللي بياخد وضعيه القتال وبيسلم عليه. وبطلنا كان حرفيا هيموت من الرعب. بيجي عم جي يون الثالث وبيسال عن اللي بيحصل، بس بيقول له يسكت ويشاهد قوه القائد المستقبلي. وسونج كان بيقول ان بقاله 3 ايام بس بيتمرن وانه لسه شخص ضعيف واكيد انا هكسب. ويبدا ان هو يهجم على بطلنا واللي كان بيقول انه سريع جدا. وسونج بيتوقع انه يستخدم رجله زي ما عمل في القتال اللي فات، وبيبعد عنه شويه وبيمسك جي يونغ وبيرميه على الارض بكل قوه. والعم الثالث كان خايف على جي يونغ، بس العم الثاني بيقول له يستنى وان لسه جي يونغ ما استخدمش قوته. وعند جي يونغ بيكون واقف تاني، وسونج بيستغرب انه استحمل الضربه اللي اخذها بس مش بيهتم، وبياخد وضعيه القتال وبيهجم على جي يونغ. بس هو بيرجع لورا وبياخد وضعيه الملاك وبيبدا ان هو يهجم بقبضه ايده، بس سونج بيقدر ان هو يصد ضربته وبيقول له انها قويه جدا. بس بيتصدم ان جي يونغ نزل لرجله وبدا انه يضغط بصوابعه بقوه لدرجه انه كان هيدمر رجل سونج واللي كان هيموت من شده الضغط. وبيهجم عليه بس جي يونغ بيقدر ان هو يبعد تاني، والاثنين بياخدوا وضعيه القتال. بس عم جي يونغ الثالث بيسال عمه وبيقول له انت ليه علمت القائد هجوم ضعيف زي ده؟ فبيقول له ان قبضه جي يونغ قويه جدا، وانه مش بس بيضغط على رجله، ده بيدمر الاعصاب بسبب قوه قبضته. وفعلا سونج ما كانش قادر ان هو يستحمل الالام، وبطلنا بيهجم عليه بقبضته تاني، بس سونج بيقدر ان هو يتصدى ليها وبيقول له انت كده هتخليني استخدم كل قوتي. بس جي يونغ بيكون اصلا لسه ما خلصش الهجوم وبيضربه تاني بقبضه ايده التانيه، وسونج بيتصادم بس ما بيلحقش ان هو يعمل اي حاجه، والضربه بتيجي في رقبته. وجي يونغ بيعتذر جدا، وده عشان هو كان قاصد وشه، بس بسبب ان سونج اطول منه الضربه جت في رقبته. وبيكون سونج متعصب جدا، بس بينتقل المشهد وهم منهكين من القتال. بس بطلنا كان تقريبا هو اللي اتهزم، وده عشان كان مرمي على الارض. سونج بيقول له بما انك بالقوه دي ليه دايما كنت بتتهزم في اي قتال والكل كان بيتنمر عليك؟ فبيرد عم جي يونغ وبيقول له انه كان بيخاف يدخل في اي قتال وكان دايما بيتجنب كل المشاكل،
وعشان كده الحل الوحيد هو انه يدخل في قتال حقيقي زي اللي حصل دلوقتي، وده عشان نقويه وما يخافش من دخول اي قتال. وبيقول له يجي معاه عشان يعمل له الاسعافات الاوليه، وده عشان هو وبطلنا كانوا في قتال قوي جدا، وواحد من اتباع عمه بيوصله، وعم جيونه بيروح لبطلنا واللي كان مرمي على الارض وكان مفكر انه مغمى عليه، بس بيعرف انه صاحي عشان كان بيضحك، واللي بيقول له يعملوا الاسعافات الاوليه، وعمه بيساله بتضحك ليه، فبيقول له انه ما يعرفش بس حاسس انه قوي ولازم يعمل كده، فعمه بيستغرب بس بيقول له يجي معاه. ومن وجهه نظري ان اي متنمر كان بيدخل في قتال مع حد ويكسب كان بيضحك زي ما بطلنا عمل، وبما انه عمل كده فانا متاكد ان جيونغ هيكون قائد عصابه قريب. المهم بنشوفهم هما في المطبخ وعمه كان بيعمل لهم الاكل وبيديهم الاكل، بس سونج بيبص باستغراب، وبطلنا بيساله اذا كان عنده حساسيه من اللحم، لكن هو بيقول له لا الموضوع مش كده. المهم ان عم جيونغ بيقول لسونج انه هيوفر كل حاجه هو عايزها لمده اسبوع عشان يتمرن مع جيونغ، وطول الاسبوع ده هيكون مقيم عندهم في البيت. وسونج بيقول له انه عنده اخت صغيره وعايشين لوحدهم وما ينفعش انه يبات بره البيت اصلا، فبيقول له ايه رايك تيجي تتمرن مع جيونغ بعد المدرسه؟ فبيقول له انه برضه لسه في تمرين في النادي. فعم جيونغ بيقول له يعني لو المشكله دي اتحلت هتيجي تتمرن مع جيونغ؟ فبيقول له ايوه، وهو بقى بيعمل اتصال بصاحب النادي وبيعرفه اللي هيحصل، وان سونج هيتغيب مده اسبوع عن النادي، وصاحب النادي بيوافق، وبكده سونج بيتمرن مع جيونغ لمده اسبوع. وبطلنا كان لسه ملاحظ ان سونج مستغرب من اللحمه وبيساله اذا كان في حاجه ولا لا، وبنشوف جيونغ وهو بيقول حاجه لعمه بس مش بنسمعها. ولما بيخلص جيونغ بيوصله لحد البيت وبيديله كيس لحمه وبيقول له يديله اخته، وسونج بيوافق وبيمشي وبيقول ان اخته هتفرح اكيد. وعند ليجي بتكون بعت رسائل كتير لجيونغ بس هو مش بيرد، وبتكون خايفه عليه لا يكون تعرض للضرب تاني ودخل المستشفى. بس هنا بتستوعب هي بتقول ايه، وبتقول انا ليه خايفه عليها اصلا. والاتنين المتنمرين صحابها وبيكونوا تاكدوا انها بتحب جيونغ، وواحده منهم بتقول لها بدل ما انت قاعده تعملي كده ليه ما تروحيش البيت تسالي عليه. والبنت التانيه بتقول لها ولو خفت تروحي لوحدك ممكن تروحي انت واصدقاء جيونغ. فليجي بتفرح كده وبتقول انها فكره حلوه جدا، بس بتتوتر كده وبتقول انها ما قالتش انها عايزه تروح لجيونغ. فالبنتين بيقولوا ان تقريبا الكل عارف انك بتحبي جيونغ، بس الشخص الوحيد اللي ما يعرفش فهو جيونغ اصلا. فالبنت بتتوتر كده وبتمشي، والبنتين بيقولوا انهم اول مره يشوفوا ليجي بالطريقه دي، واللي لما بتروح لاصحاب جيونغ وبتعرفهم بيقولوا انهم مش هيروحوا عشان مشغولين في بقى يا معلم في ان في لعبه كده عايزين يوصلوا لمستوى معين فيها. المهم بعد نقاش طويل ليجي اتاكدت انهم صحاب مصالح وبتكون زعلانه جدا، بس بتشوف سونج وبيكون املها الوحيد وبتروح له وبتساله اذا كان فاضي ولا لا، وبنشوفهم مع بعض وهم ماشيين، وليجي بتشكر سونج فبيقول لها انه كده كان رايح لبيت جيونغ، فبتخاف كده وبتقول له انها ما جابتش اسم جيونغ اصلا، فبيقول لها ان الكل عارف انك بتحبي جيونغ، وتقريبا البنت ليجي دي كينج كلاود. المهم انها بتتكاسف وبتقول له يمشي وهو ساكت، بس في شخص بيشوفهم وتقريبا يعرف ليجي، بس بيروح لشخص تاني وبيقول له ان اخته ماشيه مع سونج، فبيقول انه شافهم قبل كده. فالشخص التاني بيقول له انت مش شايف ان غلط ان اختك تكون مرتبطه مع صديقك المفضل؟ وكده عرفنا ان ده اخ ليجي وان هو وسونج اصدقاء مقربين. والمشهد بينتقل للمتنمر هو وصاحبه وهم رايحين يبيعوا الخاتم، ولما بيدخلوا بيكون ما فيش الا شخص واحد، والمتنمر بينتهي عليه بس مش بيرد، وبيبص على صاحبه اللي كان باين عليه الخوف، والشخص اللي في المحل بيقول له يستخبى. وبنشوف ان في ناس كتير جم من بره المحل وبدأوا انهم يقفلوا المكان، والمتنمر وصاحبه كانوا هيموتوا من الرعب. وبنشوف ان الشخص ده هو عم جيونغ، والمتنمر بكل رعب بيقول له انت مين؟ وبيكون بيحاول انه يتصل بالشرطه، وعم جيونغ بيبص له بكل قوه وبيكون مجهز قبضته، والمتنمر كان هيموت من الرعب، فبيقول له انت ليه مستغرب؟ انا عندي اسباب تخليني اضربك لحد الموت، واولهم انك سرقت الختم الخاص بيا. فالمتنمر بيبص على صاحبه وبيعرف ان هو خانه واتفق مع عم جيونغ، بس بيقول انه هيسيب الخاتم وانه اسف عشان ما كانش يعرف ان الخاتم ده خاص بيه، فبيقول انه مش محتاج الخاتم، والمتنمر بيخاف وبيقول له طيب بتعمل كده ليه؟ بس عم جيونغ بيجرب منه وبيضربه ضربه قويه جدا، لدرجه ان المتنمر بيقول له انه حاسس ان جسمه اتدمر، بس عم جيونغ بيقول له يحافظ على الخاتم ويلبسه طول الوقت لحد ما الشخص اللي ضيع الخاتم يجي وياخده بنفسه. والمتنمر حرفيا كان متدمر وبيوافق، بس عم جيونغ مش بيسكت على كده وبيقول له انت دايما كنت بتقول لي يا اصلع، وبينده على حد عشان يجيب له مكانه الحلاقه. والمتنمر كان هيموت من الخوف بس ما فيش اي مفر. بس بينتقل المشهد لسونج وليجي، وكانوا وصلوا عند بيت بطلنا وواحد من اتباع القائد بياخدهم لجوه، وده كان اخر يوم تدريب، وليجي كانت منبهره بجمال بيت جيونغ وبتقول انه اكيد غني. المهم انهم بيوصلوا لعم بطلنا واللي بيسال سونج مين البنت اللي معاه، فبترد ليجي وبتعرف نفسها، وكانت خايفه جدا. فاكرين لما عم بطلنا راح المدرسه وليجي شافته وقالت انه راجل عصابات؟ اهو ده بقى صاحب السبب اللي خلاها خايفه منه. بس
بس المهم انه بيقول لها انه ما كانش يعرف ان جيونغ بيحب بنت، فبتتكسف جدا وبتتوتر في الكلام، بتقول له الموضوع غير كده خالص، والكل بيستغرب. والصراحه البنت دي فاتحه نفسها. بيدخل جيونغ عليهم وليجي بتدوب من جماله، وهو بتقول له انه بقى قوي عن اخر مره شافته. فبطلنا بيتوتر وبيقول لها انت جايه تعملي ايه هنا؟ معلش برضه لازم نعذر بطلنا على الرد ده عشان هو عمره ما كلم بنات غير سوجين. وليجي عشان ما تبينش انها بتحبه بتقول ان سونج طلب منها تيجي معاه. وعم جيونغ بيقول لليجي تشاهد بطلنا وهو بيتدرب. بتستغرب شويه بس جيونغ وسونج بيكونوا بدأوا اصلا، وكان باين جدا ان بطلنا بقى احسن في القتال وبقى اقوى. وسونج بيقول له نتحسن عن الاول. وعم جيونغ كان فرحان بالتقدم اللي بطلنا وصل له، واللي كان مستمر في القتال مع سونج واللي قدر انه يرميه على الارض. وليجي بتخاف على جيونغ. المهم ان سونج بينصح بطلنا وبيعرفه يعمل ايه، وكمان عمه بيقولوا نفس الكلام والكل كان بينصحه. وعند ليجي كانت بتقول ان الكل بيهزر مع بعض الا انا، وبين انهم مقربين من بعض جدا ورغم انهم لسه خارجين من قتال الا انهم بيضحكوا مع بعض. بس بطلنا بياخد باله منها وبيعزمها على الاكل، وكانوا قاعدين هم الثلاثه مع بعض وسونج وبطلنا بيتكلموا وبين انهم بقوا اصدقاء مقربين جدا. وليجي بتقول لبطلنا انت ليه ما كنتش بتيجي المدرسه؟ فبيقول لها بكل قوه انه كان بيتدرب. فبتقول له طيب ليه ما كنتش بترد على المكالمات؟ فبيقول لها انه كان لازم يسيب التليفون عشان التمرين. فبتحاول انها تعترض وكده بس سونج بيشرح لها تاني. بس عم جي يونغ بيروح له وبيديله التليفون عشان خلاص كده التمرين خلص. فبيشوف ان في رسائل من ليجي وبيقول بصوت عالي، بس ليجي بتقول بكل توتر ما تقراش الرسائل بصوت عالي هنا. بس هو بيقرا واحده منهم وانها كانت متضايقه انه مش بيرد على الرسائل. فبتقول سبب تافه جدا لدرجه ان سونج كان بيضحك وهي بتقف وبتصرخ عشان يوقف ضحك. وعلى نهايه اليوم ليجي وسونج بيمشوا وبطلنا بيودعهم وبيشكر عمه على الاكل واللي كان بيقول له يستعد عشان بكره هيروح المدرسه. وتاني يوم بيكون بطلنا جاهز وعمه بيديله لبس المدرسه واللي كان عدل عليه شويه، ولما بيطلع بيلاقي عربيه فاخره جدا وكمان حرس وبيتوتر جدا. بس عمه بيقول له انهم هيوصلوه، وواحد من اتباع والده بيقول له انا اللي هسوق. والكل حرفيا كان مستعد ينفذ اي طلب عشان ابن القائد. وبيركب العربيه وعمه بيروح في عربيه تانية وراه، وحرفيا يعتبر عصابه كامله ماشيه ورا بطلنا. بس فجاه السواق بيقف وبيقول ينزل يكمل من هنا، وبطلنا ما صدق ونزل فورا من العربيه وبيقول الحمد لله انها كل لوحدي. بس بيلاقي شارع كده كان دايما المتنمر بيقف فيه، ولما بيمشي شويه بيقابل المتنمر واللي بيقول له يمشي من هنا وهو لابس كاب عشان عم جيونغ قص شعره. المهم ان بطلنا بيقول انه دايما بيقف مع اصحابه ودلوقتي هو لوحده ودي فرصتي. والمتنمر بيبص عليه وبيلاقيه بيبتسم فبيتضايق والاتنين بيجربوا من بعض. وجيونغ بيقول له وريني ايدك اليمنى وده عشان الخاتم. والمتنمر بيقول له انت بتتكلم على ايه؟ فبيقول له بكل قوه ان في حاجه بيدور عليها. واخيرا جيونغ هو بيقول للمتنمر وريني ايدك اليمنى. فالمتنمر بيقول له انت شخص ضعيف وفاشل، ليه اسمع كلامك او انفذ اوامرك اصلا؟ فبطلنا بيحط ايده على كتفه بس بنعرف انها ضربه علمها له عمه، وهي زي ما انتم شايفين تعتبر فاس بيدمر اي حاجه. وفعلا المتنمر بيصرخ بصوت عالي بسبب قبضه جيونغ، وبطلنا بيلاحظ ان الخاتم لسه مع المتنمر واللي كان اتعصب وجاب اخره وضرب جيونغ برجله ورماه بعيد. بس استنى ده عم جيونغ كمان هنا. والمتنمر اول ما بيشوفه بيترعب، ولما بيركز معاه بيلاقيه بيقول له انت هتموت. والمتنمر اتوتر وبيقول هو بيعمل ايه هنا، بس بيركز على جيونغ وبيلاحظ ان لبسه قريب من لبس الشخص اللي ساعد ليجي. هو بيفتكر عم جيونغ وهو بيقول له انه صاحب الخاتم هيجي وياخده بنفسه، فبيربط الاحداث ببعض وبيعرف ان الخاتم ده بتاع جيونغ وان الشخص اللي رماه بالحجاره هو جيونغ. وبيتعصب وبيقول يعني الشخص الفاشل ده هو السبب في كل الاهانه اللي حصلت لي. هو بيصرخ بكل قوه بيهجم على جيونغ واللي قدر ان هو يصد ضربته وكمان مسك ايده. فبيفتكر تدريبات العم واللي كان قاله انه لو قدر يمسك ايد الخصم بالشكل ده فلازم يضغط بكل قوه. وفعلا بطلنا بيعمل كده وبيضغط بكل قوته لدرجه ان المتنمر كان هيموت. ولما بيفك ايده بيكون المتنمر حاسس ان ايده اتكسرت وبيسأل نفسه اذا كان ده جيونغ ولا لا، وده اكيد بسبب القوه المفاجئه اللي ظهرت. وجيونغ بيقرب منه وبيقول له هتقف تكمل قتال ولا هتخاف؟ فعشان ما يبانش ان هو خايف بيقول له انه هيهزمه بايد واحده وبيهجم تاني على جيونغ، بس هو قدر ان هو يتفادى الضربه. والمتنمر بيشوف عم جيونغ والاتنين بيبصوا لبعض وعم جيونغ كان بيهدده. فالمتنمر بيفتكر لما كان عم جيونغ بيحلق له شعره وقال له انه لما صاحب الخاتم يجي يدخل في قتال معاك لازم تسيبه يضربك وتخليه ياخد الخاتم. وطبعا المتنمر مش هيقدر يرفض فوافق على طول وبيبص لصاحبه. بس عم جيونغ بيقول له انت مفكر ان هو خانك صح؟
احب اقول لك انه كان بيدافع عنك وكان رافض ان هو يساعدني، بس انا قدرت احبسه، ولما هرب وجبته تاني حلقت شعر راسه، وفعلا الولد بيخلع الشعر المزيف اللي كان لابسه، وكمان حواجبه كانت مزيفه. فالمتنمر بيقول لعم جيونغ انهم طلاب وحرام يعمل كده معهم، فبيقول له هو حرام فعلا، بس انتوا اصلا طلاب قذرين. وبيخبط على جرعه المتنمر وبيقول له ينظف المكان، وبيقول له ان لو خلف اي حاجه من اللي جالها فهيطردوا لحد الموت. والمتنمر بكل رعب وبيوافق وما كانش قدامه اي حاجه تاني. وبنرجع للحاضر واللي كان عارف ان لازم يخلي جيونغ يضربه، وبيبص على عم جيونغ وبيقول انه لو ضرب جيونغ فالشخص ده هيموتني. فبيشيل ايده وبيخلي جيونغ يضربه وبيترمي على الارض، وحرفيا وشه باظ وكان بينزف. وبطلنا بيكون بيسأل نفسه هو ليه خلاه يضربه، والمتنمر كان متضايق عشان شخص فاشل وضعيف ضربه. وبطلنا بيمد ايده عشان يقاومه، بس المتنمر بيرفض، فبيستخدم قبضته وقدر ان هو يثبته على الارض، وبياخد الخاتم وبيقول اخيرا قدرت استرجع خاتم العم. واللي بيظهر من وراه وهو بيسقف وبيقول له عاش عليك. فبطلنا بيقول له انت هنا من امتى؟ فبيقول له ان هو لسه جاي. وكان في 2 ماسكين المتنمر، واللي كان سمع جيونغ وهو بيقول للشخص ده يا عمي، وبيكون مستغرب جدا. المهم ان عم جيونغ بيقول له انه هيوصله، وبيركبوا العربيات واللي كانت حرفيا اسطول من المافيا. ولما بيوصلوا للمدرسه كل الطلاب بيكونوا بيسالوا مين دول، والكل كان شاكك انهم عصابات مافيا. ده حتى المدير والمدرسين كانوا خايفين بس من شكل العربيات. وبطلنا جوه العربيه بيقولوا انه بقى مش مهتم باللي بيحصل. ولما بيوصل لباب المدرسه كل اتباع عمه بينزلوا وبيقفوا بالطريقه دي وبيعملوا ممر للقائد المستقبلي واللي هو جيونغ، وحرفيا عظمه، وكل اللي يشوفهم يقولوا انهم مافيا. ده حتى ليجي وصاحبتها المتنمرين بيشوفوهم، واصحاب جيونغ بيكونوا خايفين، وحتى المدير. وواحد بيفتح الباب لجيونغ وبينزل من العربيه بكل قوه، والكل بينحني ليه وبيحيوه. وعمه كان فرحان انه اخيرا وصلوا للمدرسه. وعند ليجي صاحبتها كانوا ميتين من الرعب، وواحده بتقول لها انت اكيد كنت عارفه ان جيونغ قائد عصابه مافيا مستقبلي عشان كده حبتيه. وعند الصحاب جيونغ كانوا مرعوبين وبيقولوا ان جيونغ قائد مستقبلي للمافيا. المهم ان بطلنا بيكمل طريقه وبيقابله سونج وبيقول له انه ماشي بطريقه جيده، وبيتكلموا شويه. بس بتشوفهم ليجي وصاحبتها بتيجي وبتقول لها تروح تكلمه، فبتوافق على طول وبتروح ناحيتهم وبتقرب منهم وبتقول انهم هيمشوا مع بعض. وبتقرب من بطلنا وبتقول له اي حاجه وخلاص عشان تكون قريبه منه. وانا ما بقيتش فاهم ليجي بتحب بطلنا ولا لا. المهم ان اصحابه بيشوفوهم وبيقولوا من امتى وجيونغ بيمشي مع المتنمرين، والشخص ده بيسال التاني اذا كان يعرف ان جيونغ من عائله عصابات ولا لا، وده عشان هم اصحاب من 10 سنين واكيد المفروض يكون عارف حاجه زي دي. بس هو بيتوتر وبيقول ان كل شخص عنده اسبابه وبيمشي. وعند المدير كان واقف هو والمدرسه واللي كانت بتقول له يروح ويخلي العصابه دي تمشي عشان الطلاب وكده. والمدير لما بيبص على عم جيونغ بيخاف جدا وبيقرر ان هو يمشي. والمدرسه بتقول له انت مش قلت لي زمان ان انت هزمت 7 رجال عصابات وانت شاب لوحدك؟ فبيقول لها ان ده مش شخص واحد وانه 17 شخص لوحده. والصراحه كده رئيس المدرسين ده شخص ضعيف وكذاب. المهم ان هو بيقول لها لازم يعملوا اجتماع بكل المدرسين، وبيعملوا الاجتماع فعلا، وبيكون رئيس المدرسين حكى لهم كل حاجه. والمدير بيقول لهم انتوا تصدقوا ان جيونغ قائد مستقبلي لعصابه مافيا؟ فرئيس الطلاب بيقول لهم ايوه، وكمان ان في رجال عصابات كتير تحت. والمدرسه بتقول انهم لازم يعملوا حاجه عشان الطلاب خايفين. فمدرس كده بيقول لو عملنا حاجه ممكن نتعرض للتنمر منهم، وكان الكل تقريبا خايف يتعامل معهم. فالمدير بيقول ما تحكموش على حد وخلاص، انا هرن على جيونغ واتفاهم معاه. بس رئيس المدرسين بيقول له ان الناس دي شر المجتمع، وكمان ما ينفعش يكون في رجال عصابات في مدرستنا. فالمدير بيقول لهم ان جيونغ طالب متفوق وبيفكرهم بكل الشهادات اللي اخدها، وباين ان هو عايز يساعد جيونغ، بس هما مش بيهتموا بكل ده. فالمدير بيقول لهم بكل يأس خلاص انتوا عايزين تعملوا ايه؟ فبيقولوا رئيس المعلمين انهم لازم ينقلوا جيونغ المدرسه تانية، وده قبل ما باقي الطلاب تعمل زيه. وهنا كل المعلمين بتتصادم حتى المدير نفسه. وبنروح لفوق المدرسه وكان هناك واحد اسمه هيون، وده يبقى رئيس مجلس الطلاب العالي السنه الثالثه. المهم ان هو كان بيقول ان من الصعب تصديق ان جيونغ من عائله عصابات، وبيكون معاه واحده اسمها جي ودي النائبه. وكانوا بيتكلموا ان ازاي جيونغ قائد مستقبلي لعصابه مافيا، وازاي قدر ان هو يخفي كل ده. والبنت بتقول ان هو ممثل بارع، بس هو بيقول لها ان جيونغ فعلا شخص طيب ولطيف. فالبنت بتساله هيعملوا ايه، فبيقول لها ان مدرستهم واحده من افضل المدارس، والكلام عن ان في قائد مافيا في المدرسه ده هيخلي كل الطلاب المدارس التانية تيجي هنا عشان تشوفه، وده هيضر بسمعه مدرستنا. وبيقول لها ان هو مش بيحب يظلم حد، بس شكل جيونغ مش هيكون رئيس مجلس الطلاب. واللي مش فاكر فجيونغ من زمان كان عايز المنصب ده قوي،
وكان المفروض يحصل عليه السنة دي، بس بسبب الأحداث اللي حصلت مش هيحصل على المنصب ده. والمهم إنهم بيخلصوا والولد بيقول إن هو هيتكلم معاه على انفراد، وعند جيونغ بيكون داخل الفصل والكل بيبص عليه، بس صاحبه بيصرخ وبيقول له أنت واخده وراجل عصابات. وكمان صاحبه التاني وبطلنا واقف على الباب وبيسمع الكل بيتكلم عنه وإنهم خايفين يكلموه، وده عشان هو قائد عصابة مافيا. وواحدة بتسأل سوجين إذا كانت تعرف إن هو قائد عصابة، وده عشان هما أصدقاء من الطفولة، ولكنها بتقول ما أعرفش حاجة. وحرفيا الكل بقى ضد بطلنا وخايفين منه حتى أعز أصدقائه. بطلنا كان زعلان جدا وبيفتكر زمان لما كان بيساعد الكل وكانوا بيحبوه، وليجي وسونج كانوا واقفين وراه مش فاهمين حاجة. سونج بيحس إن هو زعلان وبيسأله إذا كان في حاجة ولا لا، ولكن بطلنا كان بيبكي وبيطلع يجري بعيد عن الكل. وبيفتكر عمه لما كان قال لو بقيت شخص سيء في كل حاجة عملتها وانت طيب هتختفي بكل سهولة. بطلنا وهو بيجري بيقابل أعز أصدقائه واللي كان معهم طول السنين اللي فاتت، بيسلم عليهم بس بيحس إنهم مش عايزين يكلموه، فبيجرب منهم لكنهم بيبعدوه وبيكملوا طريقهم. وبطلنا واقف مصدوم بيبص عليهم وعينه كلها دموع وزعلان على كل اللي ضاع منه، وبينده على أصحابه، بس واحد منهم بيقول له أنا ما كنتش مصدق لما قلت إنك عايز تكون زي شين، ودلوقتي أنت ابن راجل عصابة. بطلنا بيخاف وبيقول له استنى هفهمك، بس بيكمل صديقه التاني وبيقول أنا ما كنتش لازم أصاحب شخص زيك، أنا أصلا كنت شاكك إنك رجل عصابة، وخاصة لما عمك جه المدرسة. فبطلنا بيحاول يصلح الدنيا وبيقول له أيوة عمي رجل عصابة، بس بيقطع صاحبه وهو بيصرخ وبيقول له ما تتكلمش تاني. وبطلنا واقف مصدوم من اللي بيحصل والاتنين زعلانين منه، والتاني بيقول له طيب ما عرفتناش ليه إن والدك قائد عصابة. بس التلاتة بيفتكروا حاجة في الماضي وهم في المدرسة أيام الابتدائية، وهم بياكلوا شافوا في الأخبار إن تم القبض على 17 رجل عصابة، وكانوا الاتنين صحاب جيونغ بيتفرجوا. وواحد بيقول الحمد لله انهم مش عصابة ضب النار عشان كان ممكن يحصل تبادل اطلاق نار على الشرطة، والتاني بيقولوا انهم قبضوا على قمامة المجتمع. وبيندهوا على بطلنا وبيعرفوا اللي حصل واللي كان قال لهم ان هو بيكره العصابات. هو بطلنا فعلا بيكره العصابات وكان طيب بس عشان سوجين اللي حبها، بس زي ما انتوا شفتوا الاهانة اللي اتعرض ليها من المتنمر، وده كمان ما كانش عارف يحمي نفسه ولا يحمي سوجين واللي خانته مع المتنمر، فقرر يكون قوي عشان يقدر يدافع عنها ويخليها تحبه تاني، بس ده لسه ما حصلش. المهم بنرجع للحاضر وبطلنا واقف مصدوم مش عارف يعمل ايه. بيجي سونج وليجي وبيخليه ياخد استراحه من شويه الاحداث اللي حصلت، وليجي بتساله عن اذا كان بخير ولا لا، وده عشان بيتصرف بطريقه غريبه شويه. فسونج بيبص لها كده بغضب عشان باين ان هو متضايق من اللي بيحصل، وبطلنا ما كانش مهتم وبيقول لي ليجي لو انا شربت الدخان اللي معك ده هستريح. فبتقول له هي وسونج بصوت عالي لا. فبيقول لها طيب ما انت بتشربيه وانا لا. فبتقول له ان دي حاجه مش هتناسبه. فبيقول لها انا ابن رجل عصابه ازاي ده مش هيناسبني. فبتتوتر وما بتعرفش تقول ايه، وبطلنا بيكون محبط جدا وبيقول بما اني ابن رجل عصابه والكل بيحاول يبعد عني وبيبصوا عليا كاني شخص قاتل، فانا لازم اكون شخص سيء واعمل كل حاجه سيئه. وبيقول لي جي انت شخص سيء عشان متنمره. فبتزعل وبتقول انها هتوقف تدخين وتنمر من دلوقتي وبترمي الدخان. وسونج بيقول له لازم يقوي قبضته وان التدخين هيدمر جسمه ولازم يتمرن عشان يكون اقوى وما يحطش انا الحاجات التافهه دي في باله. فبطلنا بيقول ما فيش غير الضرر في العالم ده، بس هي الناس بتعاملني كده عشان انا ابن راجل عصابه، دول محسسين ان انا كنت هاذيهم مع اني فضلت 10 سنين بساعدهم. فسونج وليجي بيحاولوا يواسوه، وبعد حوار طويل مش بنفهم منه حاجه بسبب الترجمه الزفت واللي طبعا من الموقع اللي مش هقول اسمه عشان الكوبي رايت. المهم يعني بيجيله مكالمه وبيرد، وبعدها بنشوفه طالع فوق المبنى وبيقابل رئيس مجلس الطلاب. وبطلنا بيساله اتصلت ليه؟ فبيقول له هو انت ابن رجل عصابه بجد؟ فبطلنا بيزعل وبيقول له هو ده هيكون مهم؟ فبيقول له ايوه مهم، وده عشان ممكن يضر بسمعه مدرستنا قدام المدارس التانية. وبيقول له ان حاجه نادره ان شخص من عائله عصابات يكون طيب كده زيك. وبيقول له انه كان هيتكلم مع المدرسين بس خلاص. فبطلنا بيقول له يعمل اللي هو عايزه وانه بقى مش مهتم. فبيقول له انه مش على طبيعته، وهنا بطلنا بيتعصب عشان الكل بيقول له كده. وبيقول له طيب انا ازاي؟ انا عشت 10 سنين بساعد الكل وبقف معاهم، وبسبب حاجه بسيطه حصلت النهارده الكل كرهني وبعد عني. ومن كتر غضبه بيصرخ وبيضرب الباب واللي حرفيا كان اتدمر. والولد التاني بيستغرب بس بطلنا بيكون ماشي، وبيقول ان هو مش مهتم بمنصب رئيس مجلس الطلاب، وبيقول له يعمل اللي هو عايزه. فالولد بيقول له طيب هتعمل ايه في المستقبل؟ وهنا بطلنا بيقف بسبب ان هو ما عندوش رد. وبيكمل الشخص التاني وبيقول له هتكمل في كونك قائد مافيا مستقبلي. وبطلنا ما كانش عنده رد. المهم بيقول له ما يدمرش المدرسه. فبطلنا بيقول له ان هو هيعمل اللي هو عايزه، وكده تقريبا بطلنا خلاص جاب اخره. وجي يونغ بيمشي بعدها، ورئيس الطلاب بيقول لنفسه ان جي يونغ شخص طيب بس هو زعلان بسبب اللي بيحصل معاه وان الكل ضده، وبيكون خايف من الاحداث الجايه. وبنروح لمكان
المتنمر واللي كان بيتضرب من اتباع جي يونغ، واللي واحد منهم قال له يسيب المدرسه وما يروحش تاني لو عايز يعيش، والمتنمر ما كانش عارف يعمل ايه وبيتاسف عشان خايف منهم. بس المشكله ان الشخص التاني كان عايز يضربه، وحرفيا المتنمر كان خلاص يعني ما بدا يصعب عليا انا شخصيا. المهم انهم بيمشوا بس بيحذرونه لو عمل حاجه هيقتلوه، ولما بيمشوا المتنمر بيكون متضايق جدا وبيقول ان جي يونغ بقى زي الملك وقاعد على ظهر رجال العصابات. وبنروح لسوجين واللي بطنها بيحبها واللي كانت في الفصل، وبتجي لها مكالمه وبتقول انها تدخل الحمام وده اكيد عشان ترد. وبنشوف المتنمر وهو بيقول انا لو مت مش هموت لوحدي وهو بيضحك. وبس لحد هنا بيخلص القسم السادس من حكايه جيون، وده اخر قسم من الموسم الثاني. وهتلاقوني منزل تجميع نزلت على القناه بالموسمين. صح في ناس كتير بتقول ان انا كل شويه بنزل تجميع حبيبي المشاهدات. المهم يعني ان لسه فيها اجزاء تانية كتير، ويا ترى المتنمر هيعمل ايه مع سوجين، وجيون هيتعامل ازاي بعد ما الكل بقى ضده، وهل المدرسه هتنقله ولا لا، وعمه هيعمل ايه لما يتنقل. كل ده هنعرفه في القسم السابع وبدايه الموسم الثالث. صح وانا عارف ان الناس هتقول لي دي ما فيهاش مواسم بتاع، انا عارف ان المان هو كلها اصلا موسم واحد، بس انا بقسمها عشان انزل تجميعات حبيبي المشاهدات. المهم ما تنساش تشترك وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. صح صاحبي محمد واللي صاحب القناه ده هيتي اللي انا مش فاكر اسمها طبعا لان انا شخص متكبر وقناتي مشهوره. المهم ان هو فتح قناه ملخصات مسلسلات كوريه، فاللي بيحب المسلسلات الكوريه هتلاقي اللينك تحت في الوصف في اول كومنت مثبت، فما تنسوش خشوا له واعملوا له لايك على اول فيديو اللي هتلاقوه نازل بملخص كوري عظمه. وسلام.